كل حاجة في مكانها، الخدمات في مكانها، انت في المكان اللي انت عايش فيه مفيش دوشة. حد عايز يلعب كورة مثلا في ملعب كورة، حد عايز يلعب سكواش بدل فيه، كل حاجة ليها مكانها. انا ملاحظ حاجه في الاسعار اللي ذكرتها سريعا ولا عايزين نخش فيها تاني، انه الاسعار دي تقريبا مطورين التانيين بيبيعوا بنفس السعر او قريبين من السعر، بس شايف هنا في امتيازات احسن. يعني بالظبط. مطورين التانيين بيبيعوا لك شقه، بيبيعوا لك فيلا، بيبيعوا لك ايا كان العقار، بس العقار لوحده على شويه خدمات. بس انا شايف هنا انتوا مهتمين بالانسان نفسه. المرحلة دي لما اتطرحت خلصت في اولموست بنتكلم في 6 شهور، وده رقم قياسي يعني. واو. لا بس بص بص ده الفيو تحفه. فلو انت مهتم بالمشروع ده خليني اقول لك في بدايه الحلقه ان انا سايب لك ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو ده، عشان لو محتاج تحجز وحدتك فيه او محتاج تعرف تفاصيل اكتر، كل اللي عليك انك تسجل رقمك وبياناتك في الليد فورم اللي احنا سايبينها لك في ديسكريبشن الفيديو، وفي خلال 48 ساعه هتلاقي حد بيكلمك من مبيعات ماونتن فيو عشان يشرح لك كل التفاصيل. هذا البرنامج برعاية اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست عقاري مع باسم ويوسف. في الحلقه بتاعت النهارده جايين نتكلم مع بعض عن مشروع ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر، المشروع الجديد اللي نايل اعجاب ناس كتير. فلو انت مهتم بالمشروع ده خليني اقول لك في بدايه الحلقه ان انا سايب لك ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو ده، عشان لو محتاج تحجز وحدتك فيه او محتاج تعرف تفاصيل اكتر، كل اللي عليك انك تسجل رقمك وبياناتك في الليد فورم اللي احنا سايبينها لك في ديسكريبشن الفيديو، وفي خلال 48 ساعه هتلاقي حد بيكلمك من مبيعات ماونتن فيو عشان يشرح لك كل التفاصيل. دلوقتي معانا في الاستوديو ميرنا شيرين، بروبرتي كونسلتنت. بنرحب بيها. اهلا بيك يا ميرنا. اهلا بيك، ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. احنا النهارده هنتكلم عن اي سيتي 6 اكتوبر ايوه. من ماونتن فيو، واللي انا الصراحه بحب ماونتن فيو جدا. الستايل بتاعها ستايل ساحلي وعايزين نعرف اكتر عن البروجكت ده وعن الشركه. المايك معاكي. بصوا انا بايدك بصراحه، يعني ماونتن فيو فعلا ما فيش حد دلوقتي ما يعرفش ماونتن فيو، ولا حتى يعني اول ما بيتقال اسم ماونتن فيو كده احنا دايما بنقول الستايل الفرنش امريكان ابيض في ازرق، فالعملاء شويه ارتبطت بماونتن فيو. ودي اكتر حاجه للامانه يعني هي بتميزهم. بس خلينا الاول نرتب كلامنا. احنا هنتكلم على الشركه كيان ماونتن فيو، القصه بدات ازاي، ومن 2005 ل 2025 احنا وصلنا لايه. يلا بينا. طيب مبدئيا هو الشركه مملوكه لباشمهندس عمرو سليمان مم. من سنه 2005. هي شركه مساهمه مصريه. باشمهندس عمرو سليمان هو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دي ام جي. طيب ايه بقى قصة دي ام جي؟ قبل قصة دي ام جي احنا بدأنا ازاي؟ احنا اخدنا ارض في القاهرة الجديدة وطورناها، اوكي. بنيناها فيلل، بس بقت ماونتن فيو 1 دي في مم. ظهر الرحاب. ده كان اول كومباوند لي. مم. بعدين اخدنا كومباوند او ارض ماونتن فيو 2 اللي هي في اميز منطقة في القاهرة الجديدة اسمها الجولدن سكوير. حلو قوي. جولدن سكوير اللي هي من ميدان النوادي وميدان الجولدن سكوير جنب ازار نيو كايرو. هي منطقة كده كلها كومباوندز فيلل بس. اوكي. بعدين الباشمهندس قعد مع نفسه كده وقال ايه، انا مش ده اللي انا عايزه. هو اوكي عمل حاجة very unique حلوة جدا، مباني فعلا اتراكتيف، الكوميونتي حلو، الكومباوند كان صغير دبل جيتد، فهو الحقيقه نفذ كل احتياجات العميل. بس هو كان الحقيقه طموحه اكبر من كده بكتير. هو كان شايف انه يقدر ياد فاليو للعميل او للاونر او المالك اللي هيسكن في الكومباوند بتاعه، يقدر يأثر في حياته، يقدر يخلي الحد اللي يشتري منه مرة واثنين وثلاثة، لأنه مش هيعرف يسكن برا ماونتن فيو تاني. انت تقصدي ان هو يعمل له كوميونتي كامله؟ يعني يعمل له كوميونتي كاملة ومختلفة. هو يعني دماغه دايما ان هو عايز يوصل للإكسترا مايل، جميل. انه مش عايز يبقى مطور وخلاص، مش عايز يعني كل المطورين طوروا أراضي وكسبوا فلوس والدنيا تمام. بس ماونتن فيو فعلا هي قايمة على كونسبت. ايه بقى الكونسبت؟ هو الباشمهندس عمرو سليمان كان مؤمن دايما انه سبب النجاح والتميز وان انت تقدر توصل للاكسترا مايل ان انت تبقى صاحب مبادئ ويبقى انت مبسوط. لازم تبقى مبسوط عشان تعرف تنتج. جميل. لازم فكر السعادة ده يبقى موجود بقى في فايبس المكان اللي انت بتشتغل فيه. فهو الحقيقة طور
يعني مش بس أسس شركة، مش مقر رئيسي لماونتن فيو خلاص، لا هو عمل شركة ماونتن فيو بفكر مختلف. الاكستيرير، الديزاين بتاع الاكستيرير مختلف، الانتيرير مختلف، كل حاجة ليها انديكيشن. اهتم ان الموظفين عنده في الشركة يبقوا مبسوطين عشان يعرفوا ينتجوا، وده الحقيقة أثر على حجم المبيعات بتاعتهم، على الإدارة. فاحنا عندنا دلوقتي مؤسسة ناجحة، فبالتالي هي عرفت تتميز. طب عايز اسالك سؤال ساذج. اتفضل. هي اسمها ماونتن فيو، ايوه. اعتقد ليه علاقه بان احنا بنشوف الجبل او ماونتنز يعني في الاخر. هل فعلا المشاريع مرميه في الجبل فعشان كده المسمى ده مرتبط بالشركه وهو بيختار مشاريع بعيده، ولا الاسم كده وبعد كده اخترنا لوكيشنز حلوه؟ هو في الحقيقة هي الشركة دايما الاستراتيجي بتاعتها م. ان هي تاخد لوكيشنز في الوقت اللي هي بتاخد فيه اللوكيشن ده، هو ما بيبقاش يعني ساكن وعايش، بس هم بيعملوا ديستنيشن. يعني ماونتن فيو من المطورين اللي بتاخد قطعة أرض في مكان مميز جدا ليه رؤية مستقبلية، فكل المطورين من بعد ما هم بيبنوا في المكان ده بييجوا بقى هم بيبنوا حواليه، عشان يعني بيبيعوا على حسه من الآخر. اوكي، الإجابة عجبتنا، بس نكمل السؤال اللي بعده. هقول لك على حاجة. هو مش بس القصة وقفت هنا. هو الباشمهندس كمان يعني اشتغل على كيان ماونتن فيو مدة من 5 ل7 سنين عشان يوصل لإيه؟ عشان يوصل إن كل حاجة في ماونتن فيو بتتعمل إن هاوس. بمعنى إن إحنا دلوقتي بقى عندنا كيان اسمه دي ام جي تحتيها 3 سيكشنز من الشركات. تحتيها سيكشن الانجينيرينج ده اللي هو دي ام اي، دار المعمار انجينيرينج، دي الشركة المسؤولة عن الانفراستراكشر بتاعة المشاريع. اوكي. بعدين دار المعمار اركيتكتشر بالشراكة مع شركة اسمها كاليسن RTKL، دي شركة يعني رانكينج رقم 5 من التوب اركيتكتس على العالم. بيعملوا ايه بقى؟ بيصمموا ماستر بلانز. طيب هسألك سؤال ساذج تاني. قولي. هو تقريبا الديزاين بتاع ماونتن فيو او الكونسبت بتاعها تقريبا شبه بعض في كل المشاريع؟ يعني هخش المشروع ده هلاقي كونسبت واحد اللي هي المباني الساحليه الابيض في الازرق؟ هقول لك على حاجه، هو في فرق بين كونسبت وطابع معماري. هم عندهم كونسبت اقوى بكتير من ان هم يبقوا بيعملوا مباني شكلها حلو. هم عملوا مباني شكلها حلو، بس مش ده الكونسبت. يعني هو عندهم كونسبت الفاسيليتيز، كونسبت الفاميلي لايف. فهنتكلم على كونسبت ماونتن فيو. بس خليني اقول لك انه انا ليه بتكلم على اصل الشركه وابتدت ازاي وبقت فين. ليه؟ لان دلوقتي العميل اللي جاي يشتري، انت عندك دلوقتي الدوله قايمه اقتصادها بنسبه 30 ل 40% على التطوير العقاري والعمران. يعني انت عايزه تقول ان هو لازم يبقى مطمن ان فلوسه مع مطور عقاري قوي وفاهم. ما هو قوي، انا ممكن يبقى انا مطور معايا فلوس بس انا مش عارف انا بعمل ايه، ولا اللي انا بصممه وببيعه للناس ده هيبقى فعلا هو اللي هيتبني على الحقيقه ولا لا. في حاجه كمان، خدمه ما بعد البيع. ازاي ان انا اهتم بالمينتنس، الصيانه في الكومباوند هتبقى عامله ازاي، هعمل ايه بعد كده، رؤيتي ايه في المستقبل. فالحقيقه ماونتن فيو من الشركات اللي ليها رؤيه قويه جدا. في خلال 7 سنين قدروا يأسسوا شركة أو كان دي ام جي. من ضمنهم في شركات هي المتخصصة في قصة الفاسيليتي مانجمنت. في شركة مثلا هي المسؤولة عن ان هي تعمل سيرفيز للسوق، بينزلوا زي سيرفي كده اونلاين، الناس تملاه ويشوفوا احتياجات الناس ايه، بيدور على احتياج العميل واحتياج السوق عشان يعرف يسد. وفعلا ده اللي وصلهم ان هم يعملوا ماونتن فيو اي سي تي، اللي هي دلوقتي الناس كلها عارفه ماونتن فيو اي سي تي. طيب خليني عايز اعرف منك، هي ماونتن فيو عملت ايه؟ حلو قوي. ماونتن فيو من 2005 ل 2025 عملت حوالي 15 مشروع. جميل. شرق القاهره، غرب القاهره، الساحل الشمالي والعين السخنه. استولت على مصر يعني. استولت على مصر. في كل ديستنيشن مش اقل من 3-4 مشاريع. تمام. ماونتن فيو 1 و 2 اللي هم في القاهره الجديده، في الجولدن سكوير وظهر اللحاب.
عندنا ماونتن فيو اكزيكتيف ريزيدنس، دي اللي هي جنب بالم هيلز قطامية. تمام. وعندنا في غرب القاهرة عندنا في اكتوبر بلازا، ماونتن فيو اكتوبر بلازا اللي هي على الدائري. وانت ماشي على الدائري هتلاقي انا بعدي من جنبها كل يوم. مشهورة قوي. وعندنا كمان ماونتن فيو اي سيتي في القاهرة الجديدة، وخدوا نفس الكونسبت عشان نجح طبعا وكسر الدنيا. نقلوه في اكتوبر في التوسعات الشمالية. جميل. وبايزو احنا هنتكلم عن اللوكيشن قد ايه هو يعني قوي، وده هيبقى دوكيمنتد معانا. يعني هنفتح وهنبص اللوكيشن فين بالظبط في اكتوبر، جنبك ايه، يلا بينا الكلام ده كله. طيب احنا فين في اكتوبر؟ ادي ارض ماونتن فيو اي سيتي، دي كلها منطقة التوسعات الشمالية. تمام. دي كلها كده منطقة التوسعات. من محور 26 انت وانت داخل اكتوبر بيبقى على ايدك اليمين هايبر 1 لحد ما توصل اللي هي جامعة النيل، ودي كلها كده زايد اللي هي اوريدي ساكنة وعايشة بقالها سنين. وكل الحتة دي اللي هي على وصل الدهشور مليانة فاسيلتيز وكافيهات، وهنا في مولات وكايرو بيزنس بارك وتاورز. هي اقوى منطقة في اكتوبر حاليا ساكنة وعايشة. طيب احنا فين بقى؟ احنا من 26 يوليو من ميدان جهينة هندخل يمين هنبقى على وصل الدهشور. من وصل الدهشور لحد ما نقابل فيه يوترن هنا اللي هو من ميدان ماونتن فيو. بعدين من ميدان ماونتن فيو هندخل من عند أرض جامعة القاهرة، بقينا على محور أحمد عبد العزيز، ده طريق البوليفار وده محور أحمد عبد العزيز. هو مشهور قوي ان الكومباوند على محور البوليفار، بس هو لا، هو على المحور ده الموازي للمحور البوليفار. دخلنا بقى فيه هنا مين بقى جنبك انت؟ ماونتن فيو هنا في جنبك هنا اكتوبر بلازا صادق، وجنبك فيه هنا جراند هايتس، ده كومباوند ساكن وعايش بقاله كتير قوي. وفي هنا برضو كومباوند تشيل اوت بارك، ده بتاع ماونتن فيو برضو. في الاخر خالص اخر محور البوليفار ومحور احمد عبد العزيز في كومباوند نيوم اكتوبر. وفي ارض ليهم هنا في اخر المنطقه اللي هي بتاعه التوسعات كينجز واي، دي ارض جديده هم اخدوها اخر السنه اللي فاتت، كومباوند فيلل بس. جميل. كان نازل اسعار التاون هاوسز بسعر شقه 3 اوض في اي مشروع تاني والله. طب هي اي سيتي فين بالظبط؟ اي سيتي اهي، احنا بندخل من عند ارض، هقول لك على حاجه، عارف نادي الصيد؟ تمام. هو في ظهره نادي الصيد. تمام بالظبط كده. فانت عندك ايه بقى اللي انا عايزه اقوله؟ ان انت ادي التوسعات، منطقه التوسعات اهي ماشي. انت على وصل الدهشور اللي هي او اللي هو هيبقى اهم طريق في اكتوبر. وصل الدهشور ده بيربط التوسعات بزايد، ده اللي ماسك من اول طريق الواحات لحد بوابه مصر اسكندريه. بالظبط كده. جميل. لا وكمان انت مفيش دقيقتين بقيت في زايد. لا ما انا عارف، هتلاقي بوابات بقى زايد 1 و2 و3 او زايد 5 جنب قدامك جامعه النيل، مول العرب والعرب على الشمال. بالظبط كده. تمام. ارض جامعه القاهره. وهناك خالص بقى طلعت بقى على وصل الدهشور ومسكت محور 26. تمام. بقيت انت في منطقه اكتوبر، دي 6 اكتوبر بالظبط، اللي هي ناحيه الحصري بقى ونادي وادي دجله 2 والحته دي. فانت جنبك كل حاجه. جميل. عايزه اقول لك انه المنطقه هناك لسه ما عمرتش قوي، التوسعات الشماليه لسه ما عمرتش قوي، بس هي قدام هي هتبقى very prime location. وحاليا هي اسعارها اقل من زايد بمراحل. يعني اي كومباوند بيفتح في زايد دلوقتي سعر المتر بيبقى اولموست في فرق 10,000 في سعر المتر. فهي فرصة يعني مش هتتكرر. طيب بما انها فرصة مش هتتكرر، عايزين نعرف بقى التفاصيل عنها اكتر عن اي سيتي، عشان اكيد اللي بيتفرج علينا دلوقتي مستني ان هو يتفرج ونعرض له على الشاشة المشروع. وبعد كده هحتاجك تكلمينا عن أنظمة السداد والمساحات، ولو في التقسيط على كام سنة، كل بصي من الآخر كده كل معلومة عايزينها عن المشروع. مش هنخبي حاجة. هقول لك كل حاجة. قوليلي. عايزة أقول لك برضو إن هم عندهم مشاريع في السخنة وفي الساحل. حاليا هم عندهم 3 مشاريع في الساحل. ماونتن فيو دبلو دي ساكنة وعايشة، ماونتن فيو راس الحكمة، و ماونتن فيو بلاج دي ارض جديده برضو اخدوها في العالمين كيلو 120. وعندهم في السخنه ماونتن فيو 1 و 2، التو كومباوندز دول ساكنين وعايشين. عايزه اقول لك ان اللي اخد زمان في ماونتن فيو حاليا فعلا بدون مبالغه السعر او قيمه الوحده بتاعته يعني مش بعيد تضرب في التريبل مثلا 3 بالظبط. جميل. طيب ايه بقى الكونسبت بتاع ماونتن فيو اي سيتي؟
زي ما قلنا هو الباشمهندس دايما عايز يبني مشاريع العميل يعني يبقى مرتبط بيها كوميونيتي، حاجة يربط الناس ببعض، يخلي الطبيعة انجيج كده مع الاونرز. وده حقيقي مش كلامه خلاص، يعني هو فعلا مشاريعه فيها كمية فاسيلتيز مش طبيعية، وفيها كمية اكتيفيتيز. يعني هم بيهتموا حتى بجميع الأعمار. انت عندك أطفال، انت نفسك عايز تاخد بريك، هتلاقي في كمية حاجات تعملها في الكومباوند، مش هتحتاج من الآخر ان انت تطلع بره في أي حتة. طيب هقول لك حاجه، بما اننا احنا ناس بتاعت ماركتنج يعني في الاساس، قولي. احنا شوقنا العميل جامد جدا. يعني العميل اللي بيتفرج علينا دلوقتي ده اشتاق. يعني عايزك بقى تقولي له المشروع. ماشي، باختصار ماونتن فيو عبارة عن، هي أولا مساحتها 470 فدان. ادي اول معلومه، الحمد لله خدناها من الحق. تبقى عندك. سجل يا ابني. ماشي كمل. 470 فدان متقسمة ل5 مراحل. أول أصل مرحلة، احنا مذيعين رخمين على فكره. لا أنا معاك في أي حاجة، اسأل خد السؤال اللي يعجبك. المشاهد مش شايف ان احنا رخمين خالص. لا احنا بس رخمين. يعني واحده واحده. هتشتروا إن شاء الله يعني في آخر الحلقة. أنا خلي بالك كل اللي بيجوا عايزين احنا نشتري، فمش عارف ليه. احنا هيتخرب بيتنا كده اصلا. هقول لك على حاجة بس بأمانة، يعني مفيش حد دلوقتي يعني اللي ما اشتراش عقار هو طموحه ان هو يشتري عقار، لانه وجود العقار في حد ذاته ما بقاش فيه بقى كونسبت ان انا اشتري شقه ب3 و4 مليون بره كومباوند. طب ما بنفس السعر اقسط مستريح واستلم بقى 2-3 خلاص انا واثق في المطور. انت بتتكلمي كاستثمار يعني؟ كاستثمار وكسكن. والله انا شايف الاستثمار بعيدا يعني عن مشروع ماونتن فيو، انا شايف الاستثمار في القرن ال21 هو العقار بترول القرن ال21 بالظبط. يعني ده اللي انا شايفه، لان ده تجربه انا شايفها الصراحه في بلدين في الشرق الاوسط، مصر ودبي. دول اشهر 2 يعني بيبيعوا العقار، بل عندنا تقريبا خطه في مصر لتصدير العقار تقريبا. بالظبط. وباشمهندس عمرو سليمان بقرار وزاري يعني اول السنه بقى عضو من اعضاء لجنه التطوير العمراني في مصر. وفتح فرع في السعوديه. فكل المطورين دلوقتي بقى هدفهم ان هم يتوسعوا بره، لان عارفين قد ايه يعني الناس او الدول العربيه بتحب تستثمر هنا في مصر. ده حقيقة. وفي كميه مطورين عرب واماراتيين فتحوا في مصر في السنين الاخيره ونجحوا نجاح مش طبيعي يعني. هنرجع بقى لماونتن فيو اي سي تي عشان باسم متشوق جدا يسمع. لا انا بحب، بص اصل انا ليا هدف من الحلقه، انا هدفي في الاخر العميل اللي بيتفرج علينا او المشاهد اللي بيتفرج علينا حتى لو مش هيشتري ان هو يستفيد. يعني ايه يستفيد؟ يعني هو بيبقى بيتفرج على البودكاست بتاعنا، اولا انت طبعا منورانا، بس هو بيتفرج على البودكاست بتاعنا اللي هو بيبقى عايز يعرف تفاصيل المشروع. واحنا الحلقه بتاعتنا النهارده عن اي سيتي او ماونتن فيو اي سيتي، فانا عايز اعرف كل تفاصيله، لان احنا لسه هنتفرج ولسه هنوري المشاهد دلوقتي على الشاشه هيتفرج على المشروع والديزاين بتاعه، فانا عايز اوري له الجمال ده حتى لو مش هيشتري، بس هو حتى كمان يستفيد ان هو شاف مصر فيها ايه. هو اللي بيشتري دلوقتي لازم يدي نفسه فرصه انه يسمع كل التفاصيل، لان انت في ماركت كبير قوي، صعب ان انت كعميل هتاخد قرار بسهوله يعني احنا نفسنا كسيلز ايجنتس احنا يعني عشان نكلم عميل نديله كل التفاصيل اللي هو محتاجها بدون ما يبقى عندنا مس انفو او معلومات مش كامله. بنقعد بالشهر وشهر ونص بنلم الماركت كله، لان احنا دلوقتي كل يوم بيطلع فيه جديد. فانت كعميل لازم تدي نفسك فرصه تسمع تفاصيل، بتفرق تفاصيل في كل حاجه في الدنيا بتفرق. جميل. وماونتن فيو مليانه تفاصيل. ماونتن فيو اي سيتي باختصار هما 470 فدان متقسمين 5 مراحل. اول مرحله اللي هي اللي هي الكلاب بارك. كلاب بارك اول لما اتطرحت كانت سنه 2016 او 17 على ما اعتقد. كانت عباره عن عماير يو شيبد. احنا ممكن حتى نوري الناس على اللابتوب. طيب هنتكلم على الماستر بلان وايه الكونسبت بتاع اي سي تي. باختصار هم كانوا هدفهم ان هم يعملوا ستريس فري انفايرمنت، بمعنى اصح ان انت مالك لايا كان نوع الوحده، انت قاعد في بيتك مفيش دوشه عربيات، كل حاجه في مكانها، الخدمات في مكانها، انت في المكان اللي انت عايش فيه مفيش دوشه. حد عايز يلعب كوره مثلا في ملعب كوره، حد عايز يلعب سكواش بدل فيه، كل حاجه ليها مكانها.
جميل. فقرروا ان هم يقسموا الماستر بلان لمراحل. اول مرحله دي الكلاب بارك، دي اوريدي خلصانه او شبه ان هي خلصانه والناس بتستلم. مساحتها 85 فدان. الكونسبت بتاعها انه احنا عملنا في النص كده انر فيو غير الفيو اللي بره اللي هو السنترال بارك 63 فدان، وهنتكلم على السنترال بارك قدام. تمام، وايه فايدتها وبتعمل ايه في المشروع. جميل. المرحله دي كل المباني فيها يو شيبد، فانت عندك المبنى على حرف يو، يا اما باصص على السنترال بارك اللي هي 63 فدان، يا اما باصص جوه على كورت في كيدز اريا، في ووتر فيتشرز، في لاندسكيب لذيذ. ده المبنى نفسه. ده المبنى نفسه. طيب طبعا اللي يهم الكلاينت ان هو وحدته هو بتبص عليه. هل الوحدات اللي هنا بتبص على يعني بتبص على فيو فعلا ولا وحدات وحدات لا؟ بص، هو ما فيش مشروع كل الوحدات فيه بص على نفس الفيو طبعا. فهو في فيو احلى من فيو. انت عندك احلى فيو هنا ممكن اليونت بتاعتك تبص عليه اللي هو السنترال بارك. اوكي. بس هما ما اهملوش بقى اليونتس اللي هي الداخليه، خدروا مساحات مباني في سبيل ان هم يعملوا لكل مبنى على حرف يو انر كورت. فانت لو مش باصص على السنترال بارك انت باصص على انر فيو. او اللاندسكيب اللي جوه ده اللي هو باي ذا واي في اللي هو نادي ماونتن فيو MV كلوب، وده اوريدي اوبريتنج دلوقتي. وفي طبعا منطقه خدميه صغيره كده. تمام. اوكي. ده للوكيشن ده ايه للوكيشن الحته دي بالذات. اوكي. كل مرحله من المراحل ليها الفاسيلتيز بتاعتها غير الفاسيلتيز الموجوده في السنترال بارك اللي هي 63 فدان. ممتاز. تاني مرحله اتطرحت اللي هي MV بارك. الحقيقه ان المرحله دي اتطرحت وقت الكورونا. كان فكرتها ان هي تسيرف على نيدز الناس دي في الوقت ده. فايه اللي حصل وقت الكورونا؟ كانت الناس ما بتحبش تختلط ببعض، الناس كلها خايفه وقاعده في بيوتها. فكان الكونسبت ان هم يخلقوا مرحله فيها اوبن سبيسز كتيره جدا. طبعا كان الوقت ده الناس بتشتغل من بيوتها تقريبا، فعملوا حاجه اسمها working pods. الوركينج بودز دي في الارضي بتاع كل مبنى، نفس يعني فكره الورك سبيس كده يعني. بالظبط نفس فكره الورك سبيس. انت تدخل تخلص شغلك، المبنى او الاوضه اللي انت فيها معزوله تماما، مفيش اكسس لاي حد تاني غيرك، هي الاوضه على مساحتك. وعملوا كمان حاجه اسمها السبورتس بودز. دي زي كده سبوتس في الحتت المفتوحه الجرينري، تلعب فيها رياضه بس في الاوبن اير. عجبني الكونسبت ده، ستايل اوروبي شويه، ستايل فرنش امريكان. ده الستايل المعماري، لكن ستايل الحياه نفسها حاسه ان انا طبعا يعني لو انا عايش في اوروبا وجيت اعتقد ده انسب مشروع للحياه المقاربه للحياه الاوروبيه. هم بيحترموا جدا 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 نيدز يعني عايزه اقول لك على حاجه، ان هو ممكن كان بجد ومش هزار، في ناس يعني يمكن مبيعاتهم مش اعلى مبيعات في مصر، بس هم من التوب على فكره، هم اعلى مبيعات كديفلوبر في مصر. هي ماونتن فيو من البيج نيمز عامه يعني. من البيج نيمز بالظبط. بس هم بيعملوا حاجات البيج نيمز ما بتعملهاش. هم مهتمين بالتفاصيل، ده انا شايفه تفاصيل. هو اصلا انا عايزه اقول لك انه يعني هو ده اللي يطمني، ان انا دلوقتي لما افكر احط فلوسي مع ديفلوبر انا شبه بستثمر معاه. فايه اللي هيخليني، ايه اللي هيطمني من الحته دي؟ ان انا ابقى متاكده انه هيقدم لي حاجه يونيك. طيب سؤال ما اعرفش تعرفيه او لا، هو داخليا في الشركه شويه، هل معظم المشترين الكلاينتس اللي بيجوا هم جايين من بره مصر؟ نسبه كبيره جدا. وهل ده السبب عشان هم ناقلين الحياه الاوروبيه او واخدين الستايل بتاع الحياه الاوروبيه فهم بيحبوا الكلاينت يحب يقعد في حاجه مشابهه اللي كان قاعد فيها قبل كده؟ لا، هم يعني مش ده هدفهم خالص. هو المايند سيت دي عند الباشمهندس من زمان، وهو مؤمن بفكرة ان التطوير العقاري مش بس مقاولات. هو حاليا داخل في شراكة مع AUC الجامعة الأمريكية وجامعة سنغافورة، عملوا حاجة اسمها أكاديمية التطوير العمراني. يعني هو خلق من شوية المباني زي ما بيقولوا علم، محتاج دراسة، محتاج حاجات كتير قوي عشان انت تبقى عارف تبني حاجة آدمية ومميزة. اوكي. فهنرجع للمرحلة دي. المرحلة دي زي ما قلت لك هي طرحت وقت الكورونا، فكان هدفها الأسمى ان هي تخلق أماكن الناس تبقى قاعدة فيها مبسوطة.
في هنا ليك في نص المرحله، تمام، دي حوالي 38 فدان، مرحله كلها 70 فدان دي زي بحيره يعني. زي بحيره. بس اللذيذ فيها بقى ان انا هي بحب بعرب الموضوع للناس. انا بحب الناس الناس برضه كلها ايه. عارفه الليك دلوقتي. حقك يا باشا، حقك. خلي الناس كده ايه تعرف يعني. لا معاك مفيش معاك. مشكله، اتفضلي. احنا عشان اتعودنا على انا بصي، هو ده فكره باسم ويوسف اصلا، ان يوسف بياخد الكلاينت يطلعه فوق قوي، وانا اروح جاي فجاه منزله كده بسيط. ايوه. الطريقه الحبي بتاعتنا. فبحيره ماسكه المرحله من اولها لاخرها. وعايزه اقول لك ان المرحله دي يعني في زي للاسف هقولها انجلش لا مش قوليها عارفه براحتك. توبوجرافي قولي لي انا فرق واترجم مناسيب لا يا عم عيب، انت تطلع عليا سمعه غلط على فكره. ما قصدتش. لا هي الفكره كلها ان انا متعود على عشان قناتي التانية كل واحد يقول لك اشرح بالعربي، فانا بقى اصل هو الراجل طبعا ده الموضوع هنا فاهم مختلف. الجمهور بتاعه. لا انت ادرى، بس يعني خليك لا معايا لا لا كده. براحتك انجوي يعني. قولي لي كده عشان هترجمي لي انت اصلا في الاخر. هو في فرق، لا هو يعني باختصار في فرق مناسيب في الارض، فهم استغلوه، عملوا زي ووتر فيتشر كده، سباين ماسك المرحله من اولها لاخرها، يمين وشمال في بروميناد، اوكي. ممشى على الليك 380 متر، مدي منظر خطير بصراحه. المرحله دي لسه ما اتنفذتش، بس هي في الحقيقه هتبقى حاجه تانية. ده اسمه ايه المصطلح بقى اللي انت قلتيه ده؟ بروميناد اللي هو ممشى. لا التعرج انت قلتي حاجه ليها علاقه بالجغرافيا. توبوجرافي اللي هو فرق مناسيب في الارض، بس أوكي. طبيعي يعني، مش أوكي. هم اللي خالقينه. ده مصطلح عايز حد علمي يعني. مهندس معماري. بس المرحله دي اوريدي يعني almost sold out. طيب احنا كل ده مرنا بنشرح في يعني في اريا اتباعت صح ولا فيها؟ يعني الموضوع ده بيبقى يعني هقولك على حاجه، هي بنسبه كبيره اتباعت، ماشي، بس ساعات بيفتحوا فيها حاجات ولا في ريسيل؟ فيها ريسيل هو كده طبعا. كده اي حاجه فيها ريسيل. طبعا. على فكره ماونتن فيو في ماركت ريسيل قويه جدا، والناس بتطلب التايبس بتاعتهم. يعني العميل يجي لي مثلا يقول لي انا عايز التايب الاي فيلا ال 190 متر، الاي فيلا روف مش جاردن. احنا لسه هنيجي نشرح موضوع انا عندي مشاكل مع المصطلحات دي. لا هنفهم كل حاجه. الجميله دي انا ممكن اسالها دلوقتي؟ هيخليها بقى تعيش. طيب هقول لك، لان هو التايب ده الاكثر مبيعا اصلا عندهم، هم اللي اخترعوه. اي فيلا ده هم اللي اخترعوه. دي حقيقه بالظبط. دي حقيقه بس بس بعدهم على فكره مطورين كلهم بعد كده عملوا كونسبت الاي فيلا ده. على فكره احنا احيانا بنبقى قاصدين نطلع قدام الكاميرا ان احنا كنا مش فاهمين عشان نحط نفسنا مكان العميل والعميل انا فاهماك طبعا، ده انا عايزاك تسالني كل الاسئله بتاعت العملاء يعني. عايز اضيف حاجه تاني. الاي فيلا انا ما اسمعش في حياتي غير عن الستاند الون، الفيلا العاديه اللي هي برايفت، تمام. بعد كده ظهر التاون هاوس، هو ده حائط مشترك في مجموعه تاون هاوسز او مجموعه بيوت على نفس حيطه مشتركه يعني. حلو قوي. بعد كده التوين هاوس اللي هم 2 جنب بعض، بس حلو. كل واحد كانه واخد زاويه او كانه ساكن على ناصيه يعني. فيلتين اتاتشد بس لبعض، هم 2 بس. بالظبط. تمام. ايه الاي فيلا ده بقى؟ عشان ده اختراع جديد. نشوق العملاء اكتر من كده ولا لا خش ماشي. قولي على طول. ببساطه ده برضو نابع من ان هم يعني بيشوفوا نيدز العملاء. اكتر حاجه كانت او اكتر كومنتس كانت بتجيلهم ان هم عميل نفسه يشتري توين او ستاند الون او فيلا، بس البادجت بتاعته مش جايبه الفيلا ب 20 30 مليون، ف مش هعرف. فكان الفكر ان هم عايزين يوفروا له نفس البرايفسي بتاعه الستاند الون او الفيلا السيبريت، بس في نفس الوقت الفيلا المنفصله. الفيلا المنفصله. ما شاء الله عليك. بس كملي. الفيلا المنفصله سيبريت ده انا بهزر. من غير ما انت عارف طبعا هي الفيلا ليه اغلى من العماره، يعني اغلى من شقه في عماره، لان انت عندك الارض لو انت بتستغلها في شقق مثلا 6-7 ادوار سعرها بيتقسم عليهم بالظبط، عكس واجب 24 شقه مثلا. بالظبط. فعملوا حاجه حلوه قوي، قال لك طب ما انا هديك نفس مواصفات الفيلا، بس هخلق جنبيك وفي ظهرك جيران انت مش شايفه، عشان يشاركوا معاك في سعر الارض. بالظبط كده، انت مش شايفه ولا هو مش عارف ايه، ولا المدخل حتى من نفس المكان. فكان ده الكونسبت.
حلو ده. احنا ممكن نشوف حاجه زي كده معلش تورينا؟ طبعا ممكن. ده مثال الاي فيلا اللي مفتوحه دلوقتي في لونش اللي هو سبرينجز اخر مرحله في كومباوند ماونتن فيو اي سيتي اكتوبر. ده التايب اللي مفتوح دلوقتي، مش دي الفيلا الاخيره يعني. الاي فيلا فيها منها كذا تايب، بس ده أوكي. كونسبت الاي فيلا. وريني بقى. ايه بقى الكونسبت؟ مم. انه انت عندك المبنى اهو، ده ماشي. مبنى واحد وده مبنى 2. تمام. عندك دوبلكس أرضي وأول، 4 دوبلكسات في الدور، كل دوبلكس واخد كورنر، فأنت جنبك واحد بس أنت مش شايفه لأن في حيطة زي حيطة التوين هاوس بالظبط، جاردن بتاعتك يعني. بس هو أنت مدخلك يعني لما تدخل من مدخل البيلدينج مدخلكم كلكم من جوه، لكن مدخل الجنينة أنت مش شايف حد. يعني انا ليا برايفت جاردن. ليك برايفت جاردن. حلو قوي. كل حاجة كده اول private. حاجه بتاعتي البرايفت جاردن. بالظبط. جميل. والميزه الثانيه ان انا مش شايف جاري ولا جاري شايفني، فحاسس بالاستقلاليه شويه. وسعرها سعر اوضتين، شقه اوضتين دلوقتي في الماركت. اوكي نكمل بقى الشرح. المدخل فين والمخرج فين والكلام ده. بس انت عندك الجناين بتبقى من هنا، ده الكور بتاع المبنى. عندك تمام. صوره للمنظور بتاعها؟ عندي صوره للمنظور اهو. مم. ده تايب من التايبس بتاعت الاي فيلا، حلو دور أوي. ارضي واول، ده كده اول دوبلكس. وده اللي هو الارش ده مدخل مبنى الاي فيلا. تدخل تلاقي هنا دوبلكس وهنا دوبلكس وفوقيك 2 دوبلكسز كمان. اوكي يعني وسع- ايه دوبلكس؟ دوبلكس اللي هو ارضي واول او تاني وتالت او تالت دورين ورابع. فوق بعض يعني. تمام. بس ليك... بسلم داخلي. طب معلش الادوار اللي فوق دي ازاي فيها جاردن؟ لا ما فيهاش جاردن بقى، ما انت يا اما بتاخد الدوبلكس او أرضي الاي وأول فيلا يا تاني يا روف والروف. بقى. يعني بتوع بالظبط. اللي فوق بياخدوا الروف، اللي تحت بياخدوا الجاردن. بالظبط. اوكي. وساعات بيبقى المبنى فيه ابارتمنت شقه في النص كده، يا اما بتبقى اوضتين حوالي 110 120 متر، يا اما بتبقى 3 اوض اللي هي اسمها شقه 360 او 360. دي بتبقى شقه خطيره بقى، 200 متر انت واخد 3/4 مساحه الدور. فانت شايف فيو 2 3 ملعب. حرفيا يعني. بس ماليش جنينه ماليش روف. لا مالكش جنينه عوضتيني بالمساحه. ومفيش دورين. والفيو طبعا. بالظبط. ومفيش دورين، هي عوضتك على فيو بعضها. خطير. مش دورين، هي مش دوبلكس، هي لا على لا. هي على بعضها. هي one مساحه flat على يعني. بعضها. التايب ده اسمه ايه؟ طيب الشقه شقه 360. اوكي. هو 360 عشان شايف كل الاتجاهات يعني. 360 اللي هو كانه احنا بنقول عليه فيو بانوراما يعني. اوكي حلو قوي. بس ده كده تايب الايفل. نرجع بقى للماستر بلان. نيجي هنا المرحله اللي هي بتاعه ماونتن بارك دي اولموست 100 فدان. فكرتها ان كان في هنا فرق مناسيب عالي جدا، فده اداها شويه طابع الجبال او الوود هاوسز زي ما بنقول. يعني فرق المناسيب بيوصل ل 16 متر. يعني انت لو انت مثلا ساكن في الدور الخامس، عد كمان 5 ادوار تحت الارضي، فانت شايف فيو خطير، انت حرفيا على جبل. الفاسيلتيز الموجوده ايه؟ في الكلاب هاوس، في هنا ووتر فيتشرز. كل اليونتس دي كده بص على السنترال بارك اللي هي 63 فدان. في كمان كل التايبس الماونتن فيو طرحتها اوضتين 3 اوض، في اي فيلا جراوند وفي اي فيلا روف. وعايزه اقول لك ان في تايب يعني هم طرحوه في الكلاب بارك كان اسمه سان روف، او زي كده كانها شقه اخر دور والريسبشن بتاعك دبل هايت مع الدور الاخير، والدبل هايت ده ازاز، فانت الصبح يعني كأن الشمس قاعده معاك. والله ده كلام جميل جدا. كانت تحفه واتباعت في مفيش دلوقتي منها، بس هم حاليا يعني فاتحين تقريبا كل التايبس اللي هم طرحوها في المراحل اللي فاتت في المرحله الجديده دي. طيب خلصنا ماونتن بارك، دي اخدت الطابع اللي هو الجبال شويه. نيجي بقى على المرحله اللي هي عملت بومينج رهيب، اللي هي مرحله اللاجون. كان الوقت اللي طرح فيه المرحله دي ان هما كانوا شايفين انه الناس كلها اتجهت ان هي تستثمر في الساحل وتجيب بيوت هناك، فبدل ما العميل اللي كان عايز يشتري شقه في اكتوبر وفي الساحل البادجت بتاعته تقريبا هتدخل لها في 30-40 مليون، طب ما احنا نوفر على العميل. وحرفيا جابوا القلعه جنب البحر. ازاي بقى؟ عملوا لاجون على مساحه بنتكلم في 20 فدان تقريبا، ولاجون سويمبل. يعني انت هم شبه ان هم بيعقموها وبيهتموا بنظافتها بحيث ان هي تبقى محاكاة لكأنها شط. في صورة ليها معانا؟ في صورة
نتفرج عليها. المرحلة دي لما اتطرحت خلصت في اولموست بنتكلم في 6 شهور، وده رقم قياسي يعني. واو. لا بس بص بص ده الفيو تحفه. ده دي اللاجون. دي في 6 اكتوبر دي ده ولا فين؟ شط حقيقي في دي 6 في 6 اكتوبر. اكتوبر اه في الساحل. 6 نروح أصيف اكتوبر في هناك القاهرة بقى. الجديدة كمان. واو يعني مفيش حد عامل الفكرة دي يعني. ممكن المطور يعمل لاجون كبيرة جدا وفيو خطير، بس ما حدش فكر ان هو بجد يستخدم العنصر المائي ده. طب ممكن تشرح لنا كده على الشاشه يعني هما ببساطة عملوا، شايف الرملة دي؟ دي رملة بجد، ده شط لا والله. وفاصل ما بين، وعشان تبقى فانكشنال اكتر يعني الموضوع يبقى يعني ممكن حد يجي يقولك مثلا انا طب ما انا هعيش طول الوقت على البحر. لا، انت فاصل ما بين المبنى بتاعك والبيتش في حاجه اسمها بروميناد، نفس اللي عملوه في مرحله الام في بارك، بس هو بيبقى ممشى كده خشب يعني اولموست بنتكلم في 20 متر تقريبا، فاصل ما بين الفيلا بتاعتك واللاجون. جميل. ففي برايفسي يعني، مش دي مسافه مش صغيره خالص يعني. 20 ده ممكن 20 متر دي بمقام عرض عماره. ايوه لا مسافه كبيره، 20 متر مسافه كبيره بالظبط. والتايبس اللي على اللاجون بقى كمان الميزه اللي في المرحله دي ان هم ما حصروش الفيو ده او اللوكيشن الخطير ده على الستاند الونز والتوين هاوسز والتاون هاوسز. يعني في مطورين كتير قوي لما بتعمل حاجه زي كده بتحط اغلى تايبس عندها في صف اول لاجون، تبقى اعلى حاجه. لا، انا ممكن اجيب لك فيلا صف اول على اللاجون. خلي الفقير يعيش. بالظبط حرفيا يعني. انا حاسه نفسي في المالديفز. يعني الستايل كمان الفرنش امريكان، لون الازرق مع اللاجون. هي دي خلصت ولا لسه اندر كونستراكشن؟ لا دي لسه اندر كونستراكشن. اللي خلص دلوقتي انا ممكن اوريك صور ليه. معلش هي دي خلصت صح؟ لا لا لسه خلصت بيع تقريبا بنسبه 90% برضه. هل الشركه ممكن تطرح حاجه شبه كده تاني زي فكره اللاجون؟ اه لا، بس هي تلاقيها فاتحه مرحله جديده اميز من اللاجون، وده اللي حصل فعلا يعني. هم فاتحين مرحله دلوقتي اسمها سبرينجز فيلد. دي باختصار الكونسبت بتاعها او يعني ممكن نلخصها كده bring back to nature. انت يعني زي بتتفاعل مع الطبيعه، ارجع لطبيعتك يعني. بالظبط كده. انا عايزه اوريك بس معلش ارجع لطبيعتك يعني فيها ميه برضو وهكذا. لا فيها فكر مختلف شويه، ان هم يعني وفروا لك كل السبل اللي انت تقدر تزرع بيها اكلك. واو. في هنا يعني عملوا زي بروجرام كده، في كيوسكس بتبيع سيدز تقدر تستخدمها في الزراعه. في هناك اكاديميه تعليم زراعه، في كيتشن بيدي كوكينج كورسز. لا والله ده في بروجرام كونسبت. وعلى فكره هم بداوا في شغل. بداوا النشاطات دي في المنطقه الخدميه بتاعتهم في مشروع الساحل اللي هو ماونت فيو راس الحكمه، في مكان كده اسمه اللايت هاوس، زي الكلاب هاوس بس هم سموه اللايت هاوس. ليه يعني معنى ودلالة يعني. وبيعملوا فيه ايفنتس حلوة قوي، وبيعملوا فيه اكتيفيتيز كده للأطفال وللكبار، بيخلوا السكان يتفاعلوا مع بعض. فتلاقي اللي شاري في ماونتن فيو هو جايب واحد صاحبه يشتري في ماونتن فيو. بس برضو المرحله دي خلصت اللي فيها السويمابل بيتش. اللاجون لسه لا لسه اندر خلصت كونستراكشن. في المبيعات، ولكن برضو اللي عايز يشتري في ريسيل ميبي نلاقي فيها قدام. عشان كده العميل اللي بيبقى عايز مثلا يشتري في مرحله هي almost sold out، بناخد منه شيك وبيحطه مع سيلز من الشركه. ولما بيفتح حاجه بالتايب اللي هو محتاجه بيروح السيلز مكلمه يقول له ده فتح ريسيل حاجه مثلا. مش ريسيل، لا بتبقى شركات يعني اليونتس بتاعت الشركه مش ريسيل. بس ممكن ساعات عميل مثلا يرجع والله انا مش قادر اكمل فهرجع اليونت بتاعتي، فتبقى كأنها رجعت للسيستم يعني. بس يعني في اوبشن ان اللي عايز ممكن يتفتح حد ريسيل، حد عايز يبيع، حد رجع شيك. اكيد طيب. بس هي الفكرة كلها ان انت تبقى جاهز بالشيكات بتاعتك. دي المرحلة اللي هي اوريدي اتبنت في المشروع. مرحلة الكلاب بارك دي المرحلة الوحيدة اللي مودر. باقي المراحل ده اللي هو ماونتن فيو كلاب. ماونتن فيو كلاب على مساحة تقريبا بنتكلم في 20-30 فدان، ودي مش مساحة صغيرة خالص. في هناك ملاعب بادل، سكواش، تنس، ملاعب كورة، في أكاديمية تعليم
كل الرياضات اللي ممكن تتخيلها، في سويمنج بولز اولمبيك، وده في مرحله الكلاب بارك. ده المرحله الوحيده المودرن، اللي عايز مودرن هيلاقي، اللي عايز الستايل اللي هو الكلاسيك ده هيلاقي. مش كل الناس طبعا بتحب الستايل الكلاسيك يعني. اوكي طيب نقدر نتكلم في الاسعار مباشره على وحدات بعينها؟ بص انا عايزه اوريك يعني ادخل المبنى، حتى مهتمين بتفاصيله، خالقين شيب كده لذيذ، مستخدمين الخشب. ده ايه ده؟ في كلادنج هنا، لا في ايه اللي تحت في ده؟ تفاصيل يعني. ده المدخل بتاع البيلدينج. والله عاملين ستايل ده كده كورت غريب 40 42 42. يعني. ده البلوك اوكي اللي هو اليو شيبت. انت داخل كده في قلب اليو، مدخل كل عمارة من هنا. عايزة اقولك على حاجة بس هنقولها يعني في الاخر. خلينا الاول نرجع للماستر بلان. دي مرحلة اللاجون، ماشي. اتطرح فيها اوضتين 3 اوض، اي فيلا بيتش فرونت. اتطرح فيها الشقق اللي هي 360. اتطرح فيها البيتش هاوس. في كمان ستاند الون استراحة للبيع، بتبقى دور ارضي معاك روف بس، فانت 250 متر او 300 متر، بتوصل كمان ل 385 متر 1 فلور. نيجي لخامس مرحلة وهي الأخيرة، اللي هي المرحلة دي كده، اللي هي دي كده عبارة عن 58 فدان، اسمها سبرينجز فيلد. كل مرحلة واخدة سيم معين بخدمات مختلفة، بس في الآخر الخدمات متساوية. يعني هتلاقي في كل مرحلة كلاب هاوس، الكيوسكس، كل حاجة ممكن تحتاجها يعني في الديلي لايف. عندنا هنا منطقتين، منطقة كوميرشال يمين ومنطقة كوميرشال شمال. دي محلات، دي بقى محلات، مطاعم، كافيهات، في حاجات هتبقى أدمن، مكاتب إدارية يعني. مكاتب إدارية مطروحة للبيع. بيسموها هم المنطقة دي هارد وورك، يعني بدل هارد وورك. بس فكرة بقى احنا ان انت تحب الشغل في المكان ده يعني. هو ده الكونسبت بتاعهم من زمان اللي هم قعدوا يشتغلوا عليه. عندنا هنا برضو مدرسة انترناشنال، وعندنا نيجي بعد كده بقى الفكرة لا بتاع ثواني هي كلها ما فيهاش غير مدرسة واحدة اللي بتخدم على المساحة دي كلها؟ مدرسة انترناشنال. مساحة المدرسة قد ايه تقريبا؟ لا مش عارفة، بس ممكن نتكلم في يعني 10 فدان انا مثلا. اقصد المكان ده كبير قوي، فمدرسة واحدة كاملة تخدم عليه؟ هي مدرسة انترناشنال يعني براند نيم معروف، بس هي كبيرة جدا يعني. في لو بصيت كده هتلاقي يعني ملاعب الكباستي بتاعتها تستحمل لا ده كله؟ كبيرة. تمام اكيد يعني. يعني بص هي بحجم يعني بحجم ربع الفيز تقريبا. تمام. هو انا شايف ان المساحات كلها خضرة معظمها يعني، الحجم مش كل ده سكاني بس. لا ما انا فاهم يعني. انا عارف. أنا فاهم، بس انت بتتكلم، انت قلتي في الاول كام فدان الايه؟ البروجكت 470. انت بتتكلم في 400، انت عارف يعني 470. بس انا شايف في ميزة حاطينها ان هي مساحات خضراء اكتر من التجمع السكني يعني. وده الفكرة. هو كمان في يعني ستايل كده ادوه للمشروع، بنوا عليه تفاصيل كتير قوي. هما ما كانوش عايزين يعني، انت لو اخدت بالك مفيش مسارات تقريبا للعربيات من جوه. صح. عملوا ازاي بقى القصة دي؟ طيران؟ لا مش للدرجة دي. عملوا حاجة اسمها رينج رود، داير ما يدور 470 فدان من بره. تمام. مداخل مختلفة يعني. انا ممكن اوريك حاجة توضح الكونسبت اكتر. خلينا نفتح البروشور بتاع اول مرحلة خالص. طيب هنا الموضوع واضح اكتر. شايف اللين اللي لونه بني ده؟ ده اسمه كورنيش. ماونت فيو عملت كورنيش في مشاريعها. والله هو اصلا يعني ايه اي سي تي؟ اي سي تي جايه من انوفيتيف او انتليجنت سيتي. يعني هي كل حاجه فيها سمارت، من اول الدخول فيشل ريكوجنيشن، من اول ان انت في حاجه اسمها اللين كده جنب موازي للكورنيش بس مش زيه في الليفل، حاجه اسمها لين الاي درايف. ايه بقى فكره الاي درايف؟ احنا قلنا ان العربيات ما بتدخلش جوه، يعني اخرها تدخل من الطريق اللي هو الدائري ده اللي حوالين الكومباوند، تدخل تركن عربيتك وتدخل المبنى بتاعك. طب انت عايز تطلع بقى للسنترال بارك، مش هتطلع بعربيتك ولا هتمشي في ال 63 فدان برجلك يعني. هيعمل ايه؟ عجله؟ هتعمل ايه؟ معاك الابلكيشن بتاعك، هتفتحه تطلب حاجه اسمها اي درايف، الاي كار. ده زي فكره الجولف كار كده؟ زي فكره الجولف كار. بتمشي هي رابطه، او اللين بتاع الجولف كار ده رابط كل ده فري يعني للناس؟ فري توتالي فري. انا خفت اسال السؤال ده. لا فري. ده الجونه عاملاها بفلوس. والله والله. لا توتال فري. يقول لك ما انت دافع بقى، فاهم؟ مدى الحياه؟
مدى الحياة. بس طبعا انت بتدفع فروق صيانة، يعني كل 6-7 سنين 500,000 اللي انت حاططهم صيانة طبيعي طبعا قيمتهم مع بتقل. التضخم مع الحاجات دي كلها. فدي بتبقى بوينت برضو العميل مش بيبقى فاهمها، انه انت عشان ماونتن فيو تحافظ على مستوى التفاصيل بجودتها لازم هيحصل فيه فرق في ميرنا العملة. احنا بندفع صيانه للعماره ده عادي جدا. بالظبط طبيعي زي ما جدا يكون بتدفع. الكومباوند ليه. طيب اخدت انت بقى الاي كار، لفيت كل الكومباوند. الاي كار هتلففك على لين رابط الفيزز كلها ببعض. الله. كل ده الاي كار. موازي ليه الكورنيش، بس هو مش في نفس الليفل. فكرة ماونتن فيو برضو حبت تعمل زي فرق في المناسيب. يعني لو حد مثلا دخل مرحلة الكلاب بارك هيشوف فرق المناسيب، وهيشوف يعني ده خلق تفاعل من الاخر ما بين الحاجات وبعض، ما بين الريزيدنس الناس اللي ساكنه واللاندسكيب. انت على منسوب يعني الفيس بتاعتك او المبنى بتاعك على منسوب التاني اللي هو منسوب الاي درايف. اوكي. منسوب التالت منسوب الكورنيش. يعني في صوره هتوضح الموضوع ده. بتحس ان هو على ادوار كده بالظبط. كل حاجه انت يعني بتدخلها من مكان محدد، وكل حاجه. انا حاسس ان ماونتن فيو عامله ستايل دمج ما بين دبي واوروبا والجونه والمقطم. هي ما خلتش حاجه ما عملتهاش والسمارت يعني. طبعا سيتي. انت نسيت الكورنيش يا فندم بعد اذنك. مقطم كورنيش. انا عايزه اوريك اسكندريه فكرة بقى. الكورنيش والساحل ما حطيت لك كمان سموم بيتش جوه المشاريع بتاعتها، عشان العميل يفهم اكتر فكره الفور دايمنشن اللي قايمه عليها الكونسبت الرئيسي بتاع ماونتن فيو. هم حسوا ان كل حاجه لو في ليفل عن التاني الموضوع هيبقى يعني تفاعلي اكتر يعني. تفاعلي اكتر من الاخر. ده ليفل البيزمنت اللي هو العربيه بتدخل تركن، وبعدين يا اما انت بتطلع المبنى بتاعك، يا اما بتاخد من تحت الاي كار وتلف بقى في السنترال بارك. ده اللين او الكورنيش اللي هو انت بتبص من فوق من ناحيه على البيزمنت، او من الناحيه التانية على ام في بارك، سوري، على الماونتن فيو كلاب يعني. وبعد كده هتلاقي السنترال بارك في النص، يعني في زي هاندريل كده، وانت باصص من تحت الناحيه التانية على السنترال بارك. جميل. انت باصص على فيو 63 فدان. طيب. فالفيو تحفه. عايز اقول حاجه عشان بس ممكن الناس تفهمها غلط. هو انا دلوقتي ركنت عربيتي قدام سكني او قدام شقتي، صح؟ مش محتاج الكار في حاجه، مش محتاج العربيه اللي جوه، مش محتاجها ان انت تدخل المبنى بتاعك، مش محتاج. تمام اوكي. يعني انا يوم ما اتنقل بالعربيه اللي جوه الكومباوند دي، لما اكون عايز اروح لمنطقه ابعد، او عايز اروح لخدمات تانية، او عايز اروح اشتري حاجه، عايز تروح لاي حته، عايز تروح من فيز للتانية، عايز تروح سنترال بارك، عايز تروح الكلاب هاوس، عايز تتمشى في التراك يعني. وينفع بعربيتي الشخصيه عادي برضه؟ لا ما بتقول لك الكونسبت مبني على فكره اللي هي الاي درايف هو او الاي الكونسبت كار. ستريس فري، انه عايز يعمل الالتيميت سيفتي، عايز يحقق المنتهى الامان الكامل. بالظبط. طيب انا دلوقتي عايز اروح الحاجات دي، عايز اروحها في الفجر، هلاقي العربيه في الفجر تجيلي؟ ده سؤال يعني مش عارفه، بس اعتقد يعني اللي هو انت تقدر في اي وقت ما يعني هركن عربيتي، اطلب الابلكيشن خدمه سريعه اقصد. لا شغال اكيد 24 ساعه. انا ليه بسالك الاسئله؟ الاعلانات حلوه والبروشورز حلوه، لكن في بعض المشاريع الكلام حلو لكن الواقع غير كده. لا يعني انت لو دخلت ماونتن فيو اي سيتي القاهره الجديده هتحس قوي التفاصيل اللي احنا بنتكلم فيها، لان هي في الكونستراكشن سابقه شويه ماونتن فيو اكتوبر. اوكي. يعني ممكن واحد يعني يخش يتست جوه الكلام انا ده. هوريك تعال نبص على ماونتن فيو اي سيتي القاهره الجديده. الموضوع هنا باين اكتر تفاصيل انا بقولك عليها. ده الكورت، انت مش الفيو على السنترال بارك بس، انت ستيل فيو جميل جدا، ووتر فيتشرز وفي زرع وفي تفاصيل يعني. ده كمان مش البريميوم يعني اللي هو لا ده مش البريميوم، فيو عادي ده يعني. اقل فيو. بص بقى، ده بقى الكورنيش. الله. انت واقف هنا بص الفيو. ولا هقولك على حاجه، انت هنا لو واقف هنا هيبقى كده الكورنيش. دي المنطقه اللي هي في مرحله الكلاب بارك، الانر فيو بتاع الكلاب بارك. أوكي. اللي هو تقريبا فين الماستر اللي هي الحته دي، مش انا قلت لك ان هنا في اللي هو الام في كلاب. اوكي. ام في كلاب اهو. كمان ده المشهد الليلي يعني
مش النهاري بيبقى افضل كمان يعني. ومهتمين حتى بالاضاءه. يعني بص المباني مش ما كانوش عايزين يخلوا المبنى شكله يعني مظلم يعني. مخيف كده بالليل، لان الكومباوند كبير طبعا، 500 فدان دي مش حاجه قليله. مم. فاهتموا حتى بالاضاءات بتاعه المباني. مم. الناس لما بتدخل بصراحه المرحله دي بتنبسط جدا. ممتاز. هنا مثلا ده كده صوره الصبح، الله. بص فرق المناسيب. انت ده كده الارضي، تحت هنا دي السنترال بارك، ستايل لسه أوروبي في فعلا. تحت تاني، وفي فانكشن يعني. شوقتيني. ايوه عايز وحده بعينها بكام؟ وحده بعينها، اوضتين ولا 3؟ اديني دي واديني دي. طيب احنا عندنا الاوضتين. لا بس احنا كلمينا لسه عن كل الوحدات اللي موجوده، الوحدات والفلل طيب. والتوين وكله. هما مبدئيا طرحين المرحله المفتوحه دلوقتي، هي اصغر مرحله 58 فدان، سبرينغز. هنتكلم عنها سريعا وهقول لك الاسعار. هي عامه الاسعار بتبدا من اول 8 مليون معاك لحد يعني اولموست 30 مليون او 25 مليون للتاون هاوسز، جميل. اللي هي مساحتها تقريبا بتبقى 210 متر. ماشي. اوكي. دي تاون هاوس مش آه. اي فيلا. لا ده تاون هاوس. اوكي. طيب المرحله دي بقى كانت فكرتها ده شكل البيلدينجز ده. دي كده في برضو انا نسيت اقول لك انه في حاجه اسمها حياه انترناشونال اكاديمي، دي مسؤوله عن زي البرامج اللي بتدعم يعني تنميه مهارات الطفل. اوكي. ده ماونتن فيو كلوب، احنا اتكلمنا دي سنترال بارك، دي الفيلل، دي مرحله السبرينغز فيلدز. طيب سبرينغز فيلدز نيجي هنا. احنا زي ما قلنا هي هدفها الاول والاخير ان هي تدمج العميل او الريزيدنت بالطبيعه. طيب لقوا ان يعني احلى طريقه ممكن الموضوع ده يتنفذ بيها ان هم يخلوا العميل ينتراكت مع الجرينري بشكل فانكشنال شويه، فادوا له فرصه ان هو يزرع الخضار بتاعه والفاكهه بس مش بشكل عشوائي. هم شافوا ان الموضوع ده حتى ده يعني كان محتاج ان هو يبقى بيمانج كويس يعني. فخلقوا حاجه اسمها الجلاس هاوس. في جوه نباتات بتتزرع اللي هي بيبقى محتاجه مناخ مثلا مختلف عن الحاجات اللي هتبقى بتتزرع يعني اوبن اير. يعني دي منطقه مشتركه للزرع. يعني كل اللي انا هتكلم عنه ده كده فاسيلتيز عامه للمرحله دي، وانا اخش ازرع اللي انا عايزه ومكتوبه باسمي بقى، معروفه دي بتاعت مين. بالظبط. وبتخش يعني بيبقى في ناس بتوجهك، بيبقى في كيوسكس مثلا كشاك كده بيبقى حد واقف هيقولك تعمل ايه وتشتري ايه. حد بيقرا على الحاجات دي هيوجهك طبعا. ولا انت بترعى وفي حد الكلاينت؟ بيتابعك اوكي. الموضوع هيبقى يعني هم مسيطرين عليه برضو. هم عاملين حاجات كتير قوي يعني. هم عاملين حتى حاجة اسمها الكيتشن جاردن، ده يعني زي ما نقول كده السنترال كيتشن. هيبقى في حد بيديك كورسز ازاي تطبخ مثلا، في حد بيديك كورسز ازاي تزرع. ايه الرانش بودز دي؟ الرانش بودز دي عبارة عن بودز كده زي حتة من الجرينري. هما طبعا ما كانوش عايزين يخلوا الموضوع يعني ايه تزرع في اي حتة، فعملوا اماكن مخصصة للزراعة تمام قدام البيوت، فالاكسس عليها سهل. انت لو واخد بيت هنا مثلا، لو دي اي فيلا، انت واخد الدور الارضي والاول، تطلع الصبح تمشي على الووك لين ده، تزرع، تتمشى، تتفرج. يعني الموضوع فيه تفاصيل كتير يعني. انا ملاحظ حاجه في الاسعار اللي ذكرتها سريعا ولا عايزين نخش فيها تاني، انه الاسعار دي تقريبا مطورين التانيين بيبيعوا بنفس السعر او قريبين من السعر، بس شايف هنا في امتيازات احسن. يعني بالزبط. مطورين التانيين بيبيعوا لك شقه، بيبيعوا لك فيلا، بيبيعوا لك ايا كان العقار، بس العقار لوحده على شويه خدمات. بس انا شايف هنا انتوا مهتمين بالانسان نفسه، مهتمين بكل حاجه تخص البني ادم، نفسيته. هما يعني كانوا عايزين يأثروا او يسيبوا اثر في العميل اللي جاي يشتري معاهم، ان احنا مش هنرجعك بيتك يعني تبقى قرفان من الاخر، فاحنا هنخلق لك حياه. بالطريقه دي مش هيسيب بيته اصلا. لا بالظبط، هيروح يشتغل في الوركينج بود. طيب يعني ممكن نقول انا عايز اعرف بالظبط، عايز اعرف الوحدات اللي موجوده المتاحه وانظمه السداد والاسعار بتاعتها. ايه الوحدات؟ اليونت تايبس. احنا عندنا يعني عايزه اقول لك برضو ان مش كل التايبس مفتوحه في المرحله اللي احنا فيها دي. يعني هو في تايبس كتيره بس مش ده اللي مفتوح دلوقتي. في حاجه اسمها الجرين هاوس، ده ستاند الون لذيذ قوي، ارضي واول، عباره عن 375 متر 4 غرف.
ده بيبقى واخد اميز لوكيشن زي ما نقول يعني. المساحه بتاعت الجاردن بتبقى كبيره جدا، وفي زي برضو منطقه كده للزراعه، وفي هنا جلاس هاوس، الحته دي كده بتبقى ازاز، بيبقى شكلها حلو قوي. ده كم اوضه؟ 4 اوض. اه وكم باثروم؟ تقريبا 5. والكيتشن بقى والكيتشن تقريبا 16 متر. عايزه اقول 16 لك متر. خلينا ناخد جوله كده جوه التايب ده او ماشي. جوه الستاند الون. انت بتدخل مم. طبعا يعني مدخل كده فاخر جدا، تدخل تلاقي فيه الجزء ده كده سكاي لايت، بمعنى ان انت يعني الحته دي مفتوحه، مش فوقيك سقف. سكاي لايت يعني نقول للمشاهدين ان هو اضاءه طبيعيه يعني. بيبقى مدخل لذيذ قوي يعني، انت داخل اضاءه وداخل تهويه حلوه قوي، نور ربنا يعني. بالظبط. تدخل تلاقي في حاجه على يمينك اسمها الجست روم، دي بتبقى اوضه للضيوف ومعاها الحمام ومعاها الدريسنج بتاعها. شمال ده كده كله الجزء اللي هو البابليك زي ما بنقول يعني. تدخل على ايدك الشمال تلاقي فيه حمام بالكيتشن 16 متر، كبير جدا، ملعب يعتبر. ومن الكيتشن يدخلك على أوضة الميد. اوكي. في حيطة هنا عازلة الجزء البابليك عن الجزء الخدمي، تطلع تلاقي ريسبشن قطعتين، وهنا دايننج روم، وهنا حتة كلها كلادنج ازاز. فيعتبر الإضاءة بتاعت البيت هي طبيعية، انت مش محتاج تعمل إضاءة أساسا. عجباني جدا يعني. هنا بقى الجنينة يعني بتدخلها في 200-250 متر، دي تقدر فيلا بقى تانية. تعمل فيها بول مثلا أو تفرشها سفرة بره. هي دي بتبقى من ضمن اليونت؟ طبعا. يعني ان انت تعمل بول ده بيبقى باكسترا فيز يعني. يعني ممكن عشان التصريح يعني وكده، وانت بتشطب عشان بس ما حدش يعمل كل حاجه على مزاجه بتاخد تصريح عادي. يعني. بعدين تطلع فوق تلاقي بقى ادي اوضه، دي الماستر، اوضه بريسبشن، جوه الاوضه في ريسبشن ودريسنج وحمام، فانت يا سويت تقريبا. ده الدور الاول. ده الدور الاول. خش على الدور اللي بعده. نفس الدور فيه اوضتين، حمام مشترك وفيه ليفينج، بس أوكي. كده. هي ارضي واول. ارضي وفي روف؟ لا ما فيش روف. الفيلا الاصغر شويه دي فيلا 285 متر. انا عايزه ازوم اوريك تفاصيل الانشاء، وعايزه اوريك حاجه معموله على الطبيعه في كومباوند تاني. هي بجد الفيلا بتطلع كده يعني. بص الحجر اللي معمول على الواجهه، على الازاز اللي مقصود يبقى ازاز من اوله لاخره عشان يدخل اضاءه. اللوجو بتاع ماونتن فيو محطوط على وحدات الاضاءه بتاعه المبنى. الكلادنج، الميل بوكس اللي بيبقى محطوط بره، الباركينج عاملين له تغطية، العمود بالكرانيش، كل ده بيتنفذ بجد على الواقع. ستايل امريكاني يعني. بالظبط. هو امريكاني في ايطالي تقريبا. في فرنش امريكان. دي كده الفيلا اللي هي 285 متر ارضي واول ومعاك روف، بتبقى 4 غرف. يعني الفيلا الاصغر معاها روف. بالظبط كده. اوكي. نيجي بعد كده التاون هاوسز، وجمال التاون هاوسز بجد تفاصيل كتيره هي جدا وحلوه. هي دي فكرتها بقى ان كذا فيلا لازقه في بعض، صح كده؟ التاون هاوسز بالظبط كده، بتبقى ارخص طبعا في السعر. كام يعني؟ يعني ممكن نتكلم في رينج 20 مليون 21 مليون. طب والستايل اللي فوقيها اللي كانت سيبريتد؟ لا دي مش مطروحه دلوقتي، فما اقدرش اديك سعر يعني، بس بس قابله للطرح يعني. قريب جدا جدا. اللي فوق دي كانت التاون هاوس، سوري كانت التوين هاوس. الستاند الون. لا ستاند الون كل دي ستاند الونز. اوكي. يعني ستاند الون كبيره، ستاند الون صغيره. الصغيره بكام بقى؟ هم لسه ما سعروش يعني، المرحله دي لسه مفتوحه. ممكن تنزل في حدود كام؟ لا يعني ممكن تبقى واصله لل30 مثلا. اوكي 30 بلس. اوكي. والتاون هاوس اللي هو مشترك ده ستايل 20 مثلا 20 بلس. اوكي. انا عايزه اقولك على حاجه، هي التايبس الستاند الونز بتبقى مميزه جدا جدا، واخده اميز لوكيشن، وبيبقى عددها قليل جدا يعني. انا عايزه اوريك. معلش احنا قلنا بكام الكبيره دي اللي هي مش مطروحه بس احتمال برضه فوق 30 مليون. 30 بلس. التاون هاوس انا شخصيا بميل جدا لكونسبت التاون هاوس، لان هو اداني برايفسي الفيلا، وفي نفس الوقت سعر اقل من الستاند الون، وتفاصيل حلوه قوي. ويعني لا يعني هو تقريبا بسعر ال3 اوض بره في اي مطور تاني. ممكن نتكلم مثلا في 20 بلس. فوق ال 20 مليون.
فوق ال 20 مليون. جنيه يا جماعه، جنيه. عايز اقول لك الحته دي ممكن تتقطع وتطلع ترند عادي. والله بجد طلعها طيب نيجي بقى التاون هاوس. في منه كذا مساحه، في اللي هي 210 متر، ده بيبقى دور ارضي واول ومعاك روف. الروف بيبقى يوجوال يعني عبارة عن أوضة وحمام وترس كبير تقدر بقى تستغله، تعمل دايننج روم، تعمل قعدة حلوة برجولة اللي انت عايزه. تمام. حلو. ده بيبقى تقريبا 3 غرف عادة، يعني 3 غرف. في بعد كده المساحة، وفي منه طبعا اللي هو اللي بيبقى كورنر وفي الميدل. لا كورنر اغلى شويه. مش قوي يعني، لان هما الاتنين نفس المساحة. بس الفيو، الفرق في الفيو يعني واخد ناصيه يعني. هو واخد ناصية فبرايفسي اكتر. عندك جاردن ده جانبيه يعني. ده الشكل بتاع التاون هاوس صح؟ ده شكل التاون هاوس. معلش- ادي عندك معلش يا فيلا ميرنا. 2 3 4 فيلا جنب بعض. دي مدخنه دي اللي فوق. يعني نقدر نقول ايه فكرتها معلش؟ لا هي مش ممكن ستايل فانكشنال يعني. يعني، هي بتبقى حاجه ديزاين يعني بس. ديزاين جمالي. طيب بقى ننزل نكمل. ده بقى فكره التاون هاوس جاردنز. مساحته مختلفه، 220 متر، 3 غرف. برضو مختلف عن التاون هاوس العادي في ايه؟ هم برضو ده يعني غالبا دي اول مره يعملوها، فكره التاون هاوس مش الاي فيلا، وسعره ارخص. يعني التاون هاوس الجاردنز ده سعره ارخص من التاون هاوس العادي، بس عشان هما انت بدل ما انت 4 فيلل بس كأنك حطيت 4 فيلل في ظهر ال4 فيلل، بقوم 8. بقوم 8. مم. بس انت مش شايف اي حد من اللي وراك. فانا بالنسبه لي بشوف ان هو التاون هاوس العادي يعني. ده رينج سعره كام؟ التاون هاوس جاردنز يعني ممكن نتكلم افريج ال20 برضو. التاون هاوس العادي ممكن يوصل معاك ل25 مثلا. طيب التاون هاوس الجاردن ده معناه ان انا ماليش غير مدخل واحد بس من الوش. انت إنما فيلا ماليش عاديه خلفي جدا. ماليش لا. مدخل خلفي. انت في ظهرك فيلا تانية أوكي. بمدخلها عادي جدا. يعني انت مدخلك اهو، انت تاون هاوس. اتحرمت بس من المدخل الخلفي للفيلا او للتاون هاوس. بالظبط. انت الفيلا الجاردن بتاعتك هيعتبر هتبقى من ناحيه واحده. فهمتك. يعني ممكن هو معنى اوريك كده ان النوع أهي. التاني الاولاني ده ليه مدخلين؟ طبعا. بالظبط. مم. مدخل من الجنينه، لان الجنينه هتبقى عندك على حرف يو. يعني ده كده التاون هاوس الجاردنز، الوحده اللي في النص. اوكي. التاون هاوس العادي انت عندك 2 جاردنز. دبل فيو يعني. انت double ضحيت view. بس بالجنينه اللي ورا دي. بس ده اختراع يا كوتش. اختراع طبعا. يعني ما نفس حرمنيش من المساحة. الفيلا، بس يعني عادي لو انا بالظبط. مستغني عن مدخل اخر يعني. ازمت قوي بقى، خد الاي فيلا. يعني انت هتاخد آه. فيلا، يعني هتاخد فيلا. الاي فيلا دي بكام بقى نبدا نخش فيها؟ الاي فيلا بتبدا معاك من اول 13 مليون. لا كلام بسيط. لا ما شارع حاجة شقه يا بسيطة. باشا. بس على 9 سنين. ما احنا هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي ومقدمات بجد. بسيطه قوي يعني. ماشي. طيب دي كده دي الاي فيلا. ايه فكرتها بقى؟ معلش احنا قلنا في بدايه الحلقه، بس خلينا نفكر المشاهد تاني. باختصار هي مش عايزه اقول دوبلكس، بس خلينا نقول فيلا فوقيك فيلا كمان، وفي ظهرك فيلا. يعني يعني مثلا دوبلكس بارضي او دوبلكس بروف. بالظبط. بس انت يا اما يعني في تايب من الاي فيلا في بينك وبين الفيلا اللي فوق شقه، وفي تايب تاني انت الفيلتين فوق بعض، خلص المبنى على كده. تفهمني؟ جميل. يعني ممكن نشرح الحته دي هتفهمها اكتر. هما موضحين كل حاجه بصراحه يعني. بص ده كده كونسبت الاي فيلا. ماشي. اي فيلا ارضي واول، او اي فيلا روف، واتنين في ظهر بعض. انت يا اما تاخد دي مفيش حاجات يعني، مفيش اوبشنز تانية. جميل. يا اما في تايب تاني بيبقى سعره ألذ شويه، يبقى اي فيلا ارضي واول، فوقيك شقه اوضتين 120 130 متر، او شقه 360 اللي هي بتبقى اولموست 190 متر. ميرنا ده اختراع ماونتن فيو ولا الكلام ده موجود عالميا؟ اختراع ماونتن فيو. انا حاسس كده بيزد على نيدز العملاء بجد، مش كلام. أوكي. يعني هم فعلا كانوا بيسالوا الكلاينتس، وهم بيتابعوا في شركه اسمها ام في لايف، هي اللي ماسكه قصه السيرفيز دي. طيب انا هسال سؤال ملوش علاقه يا جماعه بالحته دي، سؤال يعني فريندلي. قول هو لي. النيدز بتاعت المصريين اتغيرت في الفتره الاخيره، وبقوا كلهم عايزين يسكنوا في فيلل او نفسهم واحنا ما نعرفش. هقول لك على حاجه. هو كده كده انت عشان تشتري عقار دلوقتي اقل حاجه كام عشان تشتري في مطور كبير ولوكيشن يعني 10 مثلا. لا في اقل. لا في اقل، ممكن 7-8 مليون. فاللي هيدفع الرقم ده دلوقتي فهو معروض عليه حاجات كتير قوي. فليه ما يعني ليه طموحه ما يقف يعني؟
بص يا اصل انا سايب جو يتكلم معاك في النقطه دي، بس انا ما نيجي لموضوع الفلوس في حاجات كتير انا موافقه، انا خايفه منك مش عارفه انا ليه. ساكت طول الحلقه اهو والله ما بتكلمش. طيب انت دلوقتي بتتكلمي ان الاي فيلا هي دي اخر حاجه صح كده معانا؟ الاي فيلا انت بتتكلمي في 15 مليون بالظبط كده حلو تقريبا يعني. تقريبا ماشي آه. انت 15 16 مش هتفرق يعني. بص اقول لك على حاجه، هي بدايه الاسعار احنا بنقول هي 14 مليون. بس هي الفكره في ايه، ان انت دلوقتي انت حطيت شيك جديه حجز في الشركه، في حد حط قبلك باسبوع، فالتايبس يعني الاي فيلا الواحده في برايس رينج ليها بتبدا من 13 لحد 15. اللوكيشنز بتفرق والتوجيهات، انت جنوبي ولا شمالي، التهويه، الكلام ده كله بيفرق في السعر. فكل ما بتحط اليو اي بدري كل ما انت بتلحق الاسعار اللي هي اليو اي ده اللي هو الشيك الحجز بالظبط، مم. اللي هي بداية الأسعار. طيب بس ممكن تكلمينا شويه بقى عن انظمه السداد والمقدمات والاقساط بتاعت كل يونت؟ الأوضتين بتبدأ من أول 115 متر ل 130 متر، دي المساحة. بداية الأسعار من أول 8 مليون. الثلاث أوض من أول 140 لحد 165، وبداية الأسعار من أول 9 مليون. وبعدين الجاردن ميلينيال دي كل دي أسعار التيبيكال اللي هو دور متكرر. تمام. لو هتاخد أوضة أوضتين أو 3 أوض بجنينة ليها سعر تاني. بنتكلم تقريبا في 10.5 للأوضتين، يعني ممكن نتكلم في 11-12 للثلاث أوض. ثواني، دي شقه دور ارضي يعني؟ شقة دور أرضي بجنينة، سواء أوضتين أو 3. مساحة من 115 لحد 155 متر. دي كام اوضه دي؟ 2 ل 3 يعني؟ في كده وفي كده يعني؟ بالظبط. 115 لحد 125 دي بتبقى اوضتين، من 130 دي كده 3 اوض. تمام. معاك لحد 155. تمام. بالنسبه للشقه اللي هي 360 اللي هي احنا اتفقنا اللي هي الفيو بانوراما دي، اكتر شقه مميزه. مساحتها بتبقى 180 متر تقريبا. بدايه الاسعار من اول 12,200. تمام. نيجي للاي فيلا روف. في الاي فيلا عامه فيها روف وفيها جاردن. تمام. الجاردن بتبقى اغلى شويه. بدايه الاسعار من اول 14 مليون 175 متر 250 متر. الاي فيلا روف بتبدا من اول 13 مليون 190 متر 220 متر. تمام. في بقى التاون هاوس اللي هو الجاردنز اللي هو تاون هاوسز في ظهرها تاون هاوسز تاني. دي 3 اوض 210 متر. بدايه الاسعار من اول 19 مليون. والتاون هاوس اللي هو السنجل 210 متر. بدايه الاسعار من اول 22,800. طيب معلش سؤال، يعني احنا بنتكلم مثلا لو الاي فيلا الجاردن ب 14 مليون، حلو. يعني ال 10% اللي هم ال 5.5 مليون 400. حلو. فاذا احنا بنتكلم بقى ان الكوارتر كام تقريبا؟ يعني رينج 300,000 كل 3 شهور. يعني احنا بنتكلم في شهر 100,000 جنيه تقريبا. انا همضي معاه. ده انت جامد بقى. بس اقول لك على حاجه، انت اشتريت فيلا. ما انا عارف. بس في بقى ممكن تاخد بقى انت في حته تانية دلوقتي. بس طبعا في حاجات اقل، يعني ممكن تبقى بتاخد الاوضتين او الثلاث اوض. في بقى مساحه الاي فيلا. على الابارتمنت ولا الاي فيلا؟ الشقق. لا انا بتكلم على الاي فيلا. الاي فيلا هتلاقي اقل كوارتر 300,000، يعني 100 في الشهر. على كام سنه بقى؟ 9 سنين. طيب انا هسألك سؤال بتاع محاسبين وبتاع ناس بتاعت ماركتينج. حلو، اسألني. نبدأ بقى في الرخامة. ماشي. بص والله بتكلم جد والله. انا مرة جالي كلاينت كان بيتكلم معايا في فكرة ان هو عايز الحاجة دي واوريدي معاه المقدم وممكن يكون معاه اقساط اول 2-3 كمان. جميل. حلو. الراجل ده انا بديك مثال اهو. الراجل ده متخوف ان هو ممكن بعد كده ما يبقاش عارف يدفع الاقساط. بمعنى ايه؟ بمعنى ان في ناس كتير ممكن يبقى معاها المقدم وحتى الان لو الدنيا ماشيه كويس زي ما هم شغالين دلوقتي عادي ممكن يدفع 100,000 جنيه كل شهر. بس هو بيبقى متخوف. انت بتتكلمي في قسط على 8 سنين. حلو. او 9 سنين او 9 سنين مثلا بغض النظر يعني مش فارقه السنه يعني. ازاي اقنعه او افهمه لا ان انت ممكن تبقى قادر تدفع الكلام ده لمده 9 سنين؟ ما هو بص هقول لك على حاجه، القرار ده الاول والاخير للعميل. العميل هو اللي عارف ظروفه. يعني لو هو ما بيدخلش 300,000 في الشهر هيدفع زي 100,000. يعني لازم، ما هي الارقام دي كبيره انا فاهمه. لا انا هقول لك بس على حاجه. انت عارفه ان في حاجه اسمها مستشار مالي؟ عارفه يعني ايه مستشار مالي؟ المستشار المالي ده هو اللي بيفهمك انت امكانياتك الماديه فين. لان 70% من الشعب المصري اصلا يعني العمليه دي عندهم بايظه خالص يعني. تمام. ففي حد فعلا ممكن امكانياته تسمح بده بس يبقى بخايف.
مش عارف يعني بالبلدي كان عايز اسالك ايه اسوأ الاحتمالات. بص هقول لك على حاجه، هو في كذا سيناريو ممكن. انت كعميل لو انت متخوف من اقساطك ومعاك بالك رقم كبير مثلا، ممكن تكيش الوحده وتاخد ديسكاونت مش اقل من 15-20% على ال 14 مليون. على 14 مليون ممكن يوصل معاك ل 30% كمان. يعني ممكن مش على ماونتن فيو بس، على اي ما مشروع. انا فاهم، يعني ممكن ال 14 دول ينزلوا ل 12 مثلا. 10 مثلا 10 10 مليون بس توتو على كبوته بقى. خلصت على الترابيزه. لو انت مش معاك البالك انت تقدر تدفع مثلا مقدم كبير. طب هنفترض ان الراجل ده قعد 2-3 بيدفع وجي في شهر تعثر، في 3 شهور تعثر. لا دي بقى يعني لا، انت بتخسر طبعا من القيمة او المبلغ الكبير اللي انت دفعته. وراحت فين بقى المبلغ الكبير اللي انا دفعته؟ خلاص هو بيتخصم منك لما بتيجي تروح ترجع الوحدة للشركة، بيخصموا منك. يعني انا لو اتأخرت في قسط واحد كده الوحدة راحت عليا. سنس ان انت دفعت مقدم ومضيت عقد، بيتطبق عليك كل بنود العقد اللي هي من ضمنها ان انت لو رجعت في رأيك او رجعت الوحدة في اي وقت بيتخصم منك مبلغ معين. شرط جزائي يعني. شرط جزائي ده طبعا بتختلف من كل شركة للتانية عن النسبة. في حل بقى ان انت لو انت يعني شاكك ان انت ممكن ما تقدرش تكمل، بتاخد الوحدة وكده كده انت بتكسب فيها. يعني الاسعار دي بتبقى اسعار اللونش، بمعنى ان انت كعميل هتحجز وحدة ب8 مليون، اتسكنت خلاص ماونتن فيو انت حطيت الشيك واتسكنت، اخدت الوحدة بتاعتك ومضيت عقد، مش هيبقى فيه السعر ده تاني. معلش ممكن تفهميني يعني ايه اتسكنت وحطيت اليو اي بتاعك الاول؟ مش انا عايز افهم الحته دي. طيب البروسيس بالظبط لو حد مهتم وعايز يشتري بنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هو بيجي يقول لي طب خلاص انا عايز امشي في البروسيس، فباخد منه اول شيك. حاجه خلينا بس اول حاجه تسيب رقمك في الليد فورم اللي احنا سايبينها لك في الديسكربشن في الفيديو ده، عشان استاذه ميرنا تكلمك وتفهمك كل التفاصيل. باخد منه شيك جدية حجز. جميل. بقد ايه الشيك ده؟ اكسبريشن اوف انترست. ده قيمته بتختلف على حسب التايب اللي انت عايز تحجزه. انا ليه بسالك على الاي فيلا متوسط الموضوع اللي هو 14 مليون ناخد عليهم حجز قد ايه؟ شيك جدية حجز بقيمه 70,000. ده مستحق الدفع؟ لا بيرجع لو انت حبيت تسحبه في اي وقت، مش بيتصرف اصلا. مش بيتصرف اصلا. طب بكام قلتي لي؟ 70,000 للاي فيلا وتقريبا 50,000 للشقق و100,000 للتاون هاوسز. من 50 ل 100. من 50 ل 100 ماشي. دول بتستفاد انت ايه بقى؟ انت دلوقتي حطيت شيك، اكيد 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 هيبقى ليك الاولويه لما ماونتن فيو تقول خلاص يا جماعه احنا لمينا شيكات جديه حجز على المرحله دي، هنقفل التسكين يوم 1/3 مثلا. فبيدوا لكل كلاينت يعني زي رقم كده. انت تسكينك يوم، التسكين مثلا بيحصل على 3 أيام أو 4 أيام، تسكينك يوم كذا. التسلسل يعني. انت رقم بياخد ماشي. رقم كأنه مستني يعني دور يعني. بالظبط تمام. دور. فانت بتروح يوم التسكين ده بتقعد مع حد من السيلز، بيقول لك بقى المتاح كذا وكذا وكذا، بيعرض عليك وحدات كتير قوي، انت بتختار اللوكيشن اللي يعجبك. بس فايدة الشيك ده انه انت ليك اولوية عن اللي ما حجز في اللونش في اللوكيشنز. الوحدات اللي بتبقى مميزة جدا عن غيرها في الاسعار. يعني الاي فيلا بتبدأ معاك مثلا من اول 13 لاغلى اي فيلا عندنا 15-16. هتلاقي الحاجات اللي ب13 دي في اللونش، مش هتلاقيها بعد اللونش. اقل حاجة ممكن تبقى 15. وبجد الجاب بتبقى كبيرة في الاسعار، الناس مش بتبقى مستوعبة ده، لدرجة ان في ناس يعني بتروح تشتري في اللونش. بس طبعا انا مش بأيد الفكرة دي قوي، لان هي مش ده فكرة الاستثمار. يعني تروح تشتري في اللونش وتدي بعد كده الناس اللي محتاجة اللي ملحقتش اللونش من الاخر وتبيع وتحط اوفر يعني. فده يبين لك قد ايه ان موضوع الاي او اي ده مهم. لو انت عايز. طب حطينا الشيك وبعدين حطيت الشيك بعد كده بتيجي يوم التسكين تختار اليونت بتاعتك، بتكمل بقى على 50,000 أو 70,000 أو 100,000 اللي انت دفعتها دي قيمة 5% مقدم أو 10%. بالظبط. بيكلموك بعد بالظبط 3 شهور تكمل بقية 5% التانية وبتمضي العقد. حلو. احنا بنتكلم في استلام قد ايه؟ 4 سنين. من امتى؟ من التاريخ اللي مضيت فيه العقد. ايه ده؟ ملوش علاقة بان احنا بنسجل دلوقتي امتى؟ لا وارد يسلموك قبل كده. بس احنا دلوقتي بنسجل واحنا في شهر يناير 2025 عشان حلو. بس وارد ان ممكن اي حد يتفرج على الحلقه في اي وقت بعد كده. احنا دلوقتي بنتكلم في 2025 يناير 2025. المشروع ده هيتسلم امتى؟ 2029.
ده مره واحده بلقايه يعني ولا بالتدريج؟ بص هقولك على حاجة، هو كمان ممكن يبقى 20-30، لأن في بند في العقد بيتيح للمطور إن هو ممكن يتأخر في التسليم، وبيحط لنفسه زي رينج كده مدة ممكن يتأخر فيها. طيب فده عادي إن المطور يبقى بيتأخر عليك، فبس اللي مكتوب في العقد 4 سنين، والجريس بيريد احنا بنسميها بتبقى حسب بقى المطور هو بيحطها قد ايه، بس يوجوالي يعني بتبقى سنة. طيب هسأل سؤالين ليهم علاقة بعظم الموضوع. أول سؤال، معروف إن ماونتن فيو غالية. جاوبين على السؤال ده الأول. طيب غالية بالنسبة لمين؟ مين من المطورين؟ اقول لك بلاش مين من المطورين، مين يعني مين زي ماونتن فيو بيديك نفس الكواليتي وارخص من ماونتن فيو؟ مش هتلاقي، استحالة. انا كجو معاكي في الموضوع ده جدا، بس انا بنقل رأي بعض من العملاء ان ماونتن فيو معروفة كده بين قوسين ان هي بريميوم، يعني غالية وبريميوم، بس هي بين قوسين بريميوم، يعني هي فعلا بتدي فيتشرز وبنفيتس وحاجات حلوة جدا، خصوصا ان انت شرحتيه. بس هو يمكن ده اللي بيتقال على ماونتن فيو. حاجة تاني معروف مش على ماونتن فيو بقى، معروف المطورين في مصر بيتأخروا شوية، الكلام ده حلو. ينطبق على ماونتن فيو؟ ينطبق على كل المطورين، من كل المطورين اللي في الكلاس A لأقل كلاس. وهنا كلاس مش معنى ان انا قلت ده كلاس A وده كلاس B ان هو ده وحش وده حلو، لا، في بتبقى اكسترا فيتشرز او مميزات اكتر المطور بيديها لك، فعشان كده احنا حطيناه في حته الاي بلس. في حاجات كتير قوي ايوه، يعني. انا عايز اضمن ان هو مش هيتاخر عليا في التسليم 20-30 يا ستي، بس مش عايز بعد كده. ما هو يعني ما هي دي بقى فكره ان انت تاخد مع مطور ليه سابقه اعمال قويه، فهو عارف هو بيعمل ايه، عارف هو يعني هيسلمك امتى، الى حد ما حاكم الموضوع ده. بس انا بفترض الورست كيس سيناريو ان هو اتاخر عليا، طيب ماشي هيتاخر عليا وهستلم برضو حاجه زي اللي انا زي اللي انا اتعاقدت عليها. لا لا لا، طب ما انا من شويه قايل لك افرض انا حصل معايا نفس القصه في البيمنت واتاخرت عليكم، يعني لما اتاخرت عليكم في الدفع تذبحوني، ولما تتاخروا انتوا عليا في الاستلام طب يعني عادي؟ لا اله الا الله. بص اقول لك على حاجه، عشان كده انا مش بخلي عميل متردد ياخد، يعني انت مثلا انت باسم جيت قلت لي انا عايز اشتري شقه بادجيتي 10 مليون، فبقول لك ال 10 مليون دي عايز تدفعها ازاي؟ عايز تدفعها على 5 سنين، عايز تدفعها على 4 سنين؟ دايما بكلمك في مقدمك واقساطك، لان مقدم واقساط خلاص احنا كده حسبنا البادجت بتاع، مش بعلى عنها لان انا عارفه خلاص يعني فصصنا مع بعض الدخل وهتطلع كام للشقه وكده، فبنحسب قوي عشان ما نتحطش في قصه ان احنا ممكن ما نعرفش نكمل. وفي حاجه كمان، انت ممكن لو خلاص يعني الموضوع فجأة حصل ظرف مثلا بتعرضها للبيع في مليون مشتري الماونتن فيو. هشغل دماغي بقى، هشغل دماغي. يلا بينا. طيب. انا عندي سؤالين تاني. قولي. اول حاجه، لو انا فكرت مثلا زي باسم بيقول انا عايز استثمر بس مش معايا المبلغ الكبير ده، او تعثرت او ايا كان، هل ينفع لو انا مثلا معايا 3 مليون تمام اخش احجز تمام وادفع المقدم لمده ادفع مقدم وادفع الاقساط لمده سنه وابيع كده؟ انا هستثمر فلوسي، مش هاممني الشقه ولا الفيلا، انا عايز استثمر فلوسي واكبرها. انت بتحفظ قيمه عقارك، مظبوط. تمام. انا بقى اشتريت مثلا ارخص وحده اللي ب 8 مليون. حلو. تمام. دفعت فيها كام تقريبا؟ 800,000 مقدم على دفعتين. وكل 3 شهور كام؟ تقريبا يعني بنتكلم في 160-200,000 يعني على السنه تقريبا، يعني قفلت لي 2 مليون جنيه. صح. مظبوط. يبقى انا دفعت لي في السنه 2 مليون جنيه. لا مليون، لا 800 المقدم زائد الاقساط، يعني ماشي اوكي مظبوط. ما كملش 2 مليون اصلا. بس بعد كده هيبقى تقريبا ايوه مليون في السنه. ما انت بتتكلم 8 مليون هتقسمهم على 8 سنين يبقى مليون في السنه. 9 سنين. ماشي، يبقى هي سكه مليون في السنه تقريبا. ما وصلتش ل 2 مليون ايا كان الرقم ايه. حلو. حطيت مثلا 1.5 مليون دول اللي دفعوا في الشركه، وعايز ابيع ريسيل، هكسب كام؟ بتكلم كاستثمار طبعا. حلو. بتتحسب ازاي؟ انت لما بتيجي تنوي ان انت تعرض للبيع بتشوف الشركة المساحة اللي انت اشتريتها هي كام دلوقتي في الشركة. هتلاقي مش اقل من 9 مليون 10 مليون على حسب اللوكيشن. يعني وحدتي اللي 8 ممكن بعد سنة الاقيها الشركة نفسها بتبيعها ب 12. مش ممكن، هو ده اللي اكيد هتلاقيه. طيب. لان هو العائد الطبيعي ان العقار بيزيد بنسبة تقريبا 10% في السنة. اوكي ده كلام جميل، بس انا مش عايز اشتري سمك في ميه. انا برضو لسه واقف في نقطه ان انا هستلم 2029 او 2030. طب افرض اتاخرتوا عن كده؟ بس ده سؤالي. طيب بالنسبه للقصه دي
ماونتن فيو عندها مليون مشروع تاني تقدر تشتري فيه حاجة شايفها على أرض الواقع. بس الموضوع بيبقى طبعا هو سلمك يعني حاجة جاهزة صرف عليها هو وقيمتها عليت، فانت بتشتري اولموست بأعلى سعر. فكرة ان انت بتشتري ايه مميزات ان انت تشتري على ورق. طب اسالك السؤال بشكل اخر، حلو. ايه اللي يضمن لي ان انتوا مش هتتاخروا عن 2030؟ بص هقولك على حاجة، انت طول ما انت بتشتري مع مطور عارف هو الهيستوري بتاع التسليمات بتاعته ايه، خلاص ما تقلقش. ولو حتى اتأخر انا مش بشوف ان دي مشكلة كبيرة. بص يا باسم، هو في مطورين كتير قوي 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 وقت الكورونا والظروف اللي احنا مرينا بيها كبلد قفلوا. انا عارف ده وعلى عينك يا تاجر. فالتأخير دي ما شفتهم بقتش كتير. حاجة. ممكن اقول حاجه؟ ممكن ما هو التاخير ده ليه رينج برضه يا جدعان. ما انا عايز اقول ممكن- حاجه، اتفضل. انا عارف ان هي حته ليجل، مم. بس ممكن تكون مش تخصصك، تخصص المحامين بتوع الشركه وهكذا. حلو. شؤون قانونيه. شو قانوني. بس هل معلش انا هقطعك. اتفضل. في مرحلة معينة في تقريبا هي الكلاب بارك لما اتأخروا على الناس في الاستلام، وده ما حدش عمله، عوضوا الله عليك. الناس اللي شارية في المرحلة دي، سواء بقى بفينيشنج باكج فينيشنج، سواء بفلوس، يعني عوضوهم. في بعض المطورين بيحطوا في العقد ان هو لو اتاخر عن كذا بيدفع غرامه، وانا لو اتاخرت عن كذا برضو بدفع غرامه لغايه حلو. لما نوصل لحته سد. شرط حلو. جزائي على الاثنين. محطوط الشرط الجزائي ده، انا عارف ان هو في الليجل ممكن مالكيش ماونتن دعوه بيه. فيو بتمشي قانون يعني. بص هي لو ما كانتش بتساتسفاي العميل في الحته دي ما كانتش وصلت للي هي كانتش فيه. كبرت. ما كانتش انا كبرت. فاهم ده كويس جدا. يعني برضو ايه، خلينا نقول كل واحد ياخد حقه. لا كل حاجه مضمونه، العقد- حقوق كلها مضمونه. العقد فيه شرط جزائي، على الاقل نسبه تاخير عن المسموح بيها لو حصلت المطور بيبتدي ان هو يا يخفض لك اقساطك يا يدفع لك زياده، بيديك فلكسبيليتي في البيمنت لو ده انت مثلا بيحصل؟ طبعا بيحصل. طب محلوله بس. طب وهو الاستلام بيبقى ايه، فولي فينيشد ولا نص لا. تصليب طوب احمر. اصلا؟ والشقق نفس الكلام، كل حاجه كله طوب احمر. يعني انت مثلا عايز 20 مليون تانيين عشان تشطب. لا مش للدرجه دي. طيب السؤال بقى اللي انا برضه ما خدتش اجابه ريحتني. انا دلوقتي دفعت 2 مليون جنيه حلو. السنه دي. الشركه الوحده اللي انا اشتريتها دي اكيد غليت بعد سنه. حلو. كمعدل 10% اقل حاجه او 10%. ايا كان ايا كان النسبه والسوق والتضخم والكلام ده كله. هل ال 2 مليون دول ممكن يرجعوا لي 2 مليون و200 الف، 2 مليون 300 الف؟ ما هو انت دلوقتي لما بتيجي تعرض للبيع انت دفعت اولموست بعد سنه هتلاقي نفسك دفعت 2 مليون. ف يعني بالنسبه لك انت لما تيجي تعرض انت مش تبقى فارق عن اوفر الشركه قوي. انا كده معايا الشركه منافسه في البيع. انت كده بتنافس الشركه. اعرف ابيع والشركه بتنافسني ولا مش مش هعرف بنفس السعر طبيعي. بتعرض اوفر اوفر بالظبط، لانه انت هتجيب عميل بدل ما هيقسط على 9 سنين مع الشركه هيقسط على 8 سنين او 7 عشان سنين. انا خدتها قبله بالظبط. وهو دفع لي بلك زياده في الاول او حلو. البلك اللي انا دفعته زائد الاوفر برايس بتاعي، بس خد وحده ب 8 مليون مش ب 12 مليون. وهيستلم اقرب من الشركه بسنه تقريبا. يعني دي ميزه. يعني ممكن مش لازم، يعني بس عايز اوضح لحاجه، بس انه مش لازم انه اكون داخل عشان اشتري عقار، ممكن اكون داخل عشان استثمر. الناس تستثمر كده في الوقت مش في الفلوس اصلا. يعني انت كده ناوي ما تستلمش. انا ناوي ما استلمش اصلا، انت ناوي تاخد الاقساط كده تدفعها 3-4 سنين، وبعد 3-4 سنين تروح جاي عارض حد ياخد يخش مكانك. انا ليه بقول ده ينفع؟ وهل الشركه اصلا قانونا في العقد بتاعها بتسمع بده ولا بتاخد نسبه من العقد بتاعك لو انت بعت العميل؟ يعني دلوقتي رحت بعت العميل، انا هعمل ريسيل وهو هيكمل يخش يكمل اقساط، فبالتالي الشيكات المتبقيه هيغيرها باسمه هو. حلو. الشركه بقى هتاخد عموله مني على الموضوع ده؟ لا ولا اي حاجه. مصاريف اداريه في مطورين بيعملوا في اصلا بتاخد مصاريف اداريه. ليه تاخد مصاريف اداريه؟ لا مش كل الشركات. ماونتن فيو بص احنا مش عايزين. لا هقول لك على حاجه. النقطه دي ياخدوا ليه؟ ما هو مش هيكسبك. هو لو ممكن يخش معاك بالنسبه يقول لك هاخد منك 10-15%. انت تبيع لي الوحده. هقول لك على حاجه تساعدني في بيع الوحده في الشركه. يعني تبيع عندها هي اطرح لها مش يعني بتبقى ماشيه مش ليجل، يعني اللي هو ايه ممكن تروح لسيلز. بس حفاظا على البرايفسي بتاعت الحلقه ومصداقيتها، يعني انا ممكن اقول لك اسماء مطورين بالاسم. انت دلوقتي اشتريت مني وحده وعايز تعمل لها ريسيل وتبيعها لحد تاني، يقول لك ايه، انا ليا في الحد التاني اللي هي كام مثلا 10% او 5% ايا كان النسبه. وفي شركات وصلتها دلوقتي ل 15%. يشترك معاك في بتبقى اسمها يوجد لك عميل رسوم تحويل ملكيه. لا ايوه رسوم بس بيحطوها نسبه ونسبه عاليه. انت بتتكلم في 10-15%. بص دي حته حساسه قوي مش عايزين ندخل فيها، لان في شركات بتاخدها تحت مسمى فرق صيانه. ده فرق بتنجان. ده فرق بتنجان مش فرق صيانه. بلاش نتطرق للحته دي قوي. كل واحد وليه طريقته. انا بس عايز اقول حاجه، ان الحلقه دي
يعني مش لازم تشتري عقار بس، لكن ممكن تستثمر فلوسك. انا ليه بقول النقطه دي؟ لان في ناس ما بتحبش تحط فلوسها في البنك، في ناس حلو. تقول لك ده حرام، صح؟ صح. فعندك استثمار اخر، وهو بيقول ان الاستثمار العقاري فكره ناجحه في مصر. هل هي فكره ناجحه في مصر؟ عايزين نعرف من ميرنا تقول لنا الموضوع ده. طبعا هي فكرة ناجحة، لان ابسط حاجة انا بقولك دلوقتي الدولة مركزة على التطوير العقاري، فانت ماشي في اتجاه الدولة. انت تمام. انت بترول القرن ال21 هو العقارات، بالظبط، الانشاءات. ده اول هي حاجة. أو فكره التصدير العقاري، ما ده وتصدير دلوقتي العقار. اتجاه مصر الدوله، ماشية فيها فكره يعني. التصدير العقاري. يعني انا بالظبط. دلوقتي بتتكلمي ان انت عايزه السعودي او الاماراتي او القطري او ايا كان يجي يستثمر هنا في الريال استيت. وده اللي حصل فعلا. في ناس كتير قوي يعني مصريين وغير مصريين عايشين بره مصر بيجيبوا بيوت ليهم بالبيت والاتنين والتلاتة في مصر هنا كسياحه يعني. ككل حاجة سكن بقى. دهون هو أصلاً. عايز بيت يقعد فيه وبيت يستثمر فيه وبيت يبقى مصيف مثلا ليه وللأولاد. فده الاتجاه دلوقتي، مصر مركزة في الحتة دي، وطول ما الدولة ماشية في اتجاه وانت ماشي مع الدولة انت كسبان. دهب بقى، عقار، اي حاجة تانية هي مش تفرق. تاني معلش. حاجة، اتفضل. انت يعتبر حطيت فلوسك بتستثمر مع المطور، فالمطور طول ما هو في appreciation value للعقار بتاعك، ما انت العقار بتاعك هيعلى معاه، عيل الضعف هيعلى الضعف. يعني في ناس دلوقتي قبل التعويم الأخير اللي حصل اشترت شقة في مطور ما في كومباوند ما ب2 مليون. مم. حاليا هي الشقة عاملة في الشركة ب8 مليون، يعني غليت almost تريبل. انت ضربت العقار في 3. فالناس اللي كانت شارية ب2 مليون ما هي هتبيع. ما هو دلوقتي انت بس معلش اسالك سؤال، ده استثمار ولا ثبات قيمه؟ طب ما هو سعر الدولار من 3 سنين ما بقاش زي دلوقتي برضه. انت كان ايه ممكن تحط فلوسك فيه في يجيب لك العائد ده؟ مش عائد. ما انا دلوقتي بتكلم ان قيمه الدولار من 3 سنين مش قيمه الدولار دلوقتي. حلو. ماشي، انت ضرب حفظت انت قد إيه؟ حفظت فلوسك انت بالدولار. انت تعتبر حافظت على فلوسك، مش استثمار. حلو. كانك اشتريت دولار، ثبت كانك اشتريت قيمة. ذهب، اشتريت عقار. بالظبط. الاستثمار بيجي امتى بقى؟ لما تصبر كده وتتقل على الوحدة بتاعتك، تستلمها، ده العائد على الاستثمار بقى. تروح return on مأجرها بقى، investment. بيعها وشاري وحدة تانية، مدخل فلوسك في وحدة تانية وتبيع وهكذا. طب يعني دلوقتي اختصارا برضو للمعلومه، انا اسف تاني، اقدر ان انا ادفع، مش لازم يكون معايا ثمن الشقه او الفيلا ايا كان. مش بنحسبها بالتوتال، احنا مش بنحسبها مقدم بالتوتال. وقساط. بنحسبها انا معايا كام دلوقتي. حلو. بس بعد سنه ونص يا ستي مش مشكله، اقدر ان انا احصل على قيمه اللي انا خدته زائد شويتين. بالظبط. طب ميرنا، انا هكلمك بمنتهى الصراحه، لو انا كباسم معايا المقدم، حلو. انت بتتكلمي مقدم كام مليون؟ مليون تقريبا. ونص. مليون لو أي ونص. فيلا. ماشي، مليون ونص. هدفع لك المليون ونص. حلو. تمام. وبنتكلم في قسط شهري تقريبا 100,000 جنيه، فانا اتس اوكي ادفع ماشي. 100,000 جنيه. ماشي. بس انا برضو عندي مشكله مع التايم بيريود، ان احنا بنتكلم في 8 سنين. 8 سنين وانتي لسه هتسلميني بعد 5 سنين من دلوقتي، واحنا في 2025. فاحنا بنتكلم في تايم بيريود كبير مش صغير. حلو. انتي عماله تك عليكي في سؤال ايه اللي يضمن ان انت تسلميني بعد 5 سنين تقريبا. انت قلت لي مفيش ضمانات غير ان انا هيستوري وان انا سلمت قبل كده. لا، هو في مش عقد، كل حاجة في وردي. شرط جزائي. لازم تفهم ان مش كل حاجة وردي. حلو، ما هو مش كل حاجه وردي عليكم المطورين كلهم وعليا بيتأخروا. وعليا. لما انا وارد يحصل لو لي اي اتأخروا- مصيبه وما اعرفش اتزنق في شهر طب ما واحد. تبيع بس، ما انت ما تكسب. مش عايز ابيع يا عم، انا عايز اعيش في الوحده بتاعتي او بص، في كل اللي الفيلا انا بتاعتي. اضمنه لك ان ماونتن فيو التعامل مع العميل، بعيلي يمكن اجي اشتري. والله بكلمك بجد، ماشي. التعامل مع العميل محترم جدا، فلكسبل قوي. مم. في دي يعني النقطة. يعني ممكن تعمل لي اكسبشن، يستنوا عليا اسبوع اسبوعين ادبر. ما هو اصل احنا بنتكلم في شركات اكيد متطرخة، حلو. فالشركات واخدة استحقاق دفع في وقت معين. حلو. الوقت ده وارد يوقع مني اسبوع اسبوعين، وارد تحصل. لا يعني بتتواصل يعني مع الشركة وما بيبقاش في مشكلة قوي يعني. الا بص. بقى لو اتاخرت عليهم بص. كوارتر كامل انت ما بتدفعش بقى. انا كلامي مش على كوارتر، لا انا كلامي مثلا ايه، وقعت في اسبوع في اسبوعين في شهر ماكسيمم مثلا. هو بص. ده مقصد سؤالي. لا يعني. بتتحل. طب انا بتتحل. هنقل عن تجربه شخصيه. ماشي. يلا انا حلو. مش بدافع والله خالص، انا بس بقول المطورين في مصر عشان بس ده سوق كبير. نقول ليليا ولا علينا. بعض الاوقات ممكن انا اكون متاخرت في بعض الاوقات عن الاقساط. م. اللي حصل معايا ان انت بتدفع غرامات عن ايام التاخير. غرامات تاخير يعني. غرامات تاخير يعني مثلا شيك عليا باكس هلاقيه بقى باكس بزياده. يعني مثلا فنفترض عليا شيك ب50,000، كأنه بنك عادي وبيدفع غرامة لو واخد لون. اتاخرت اسبوعين 1600 2000 جنيه. اه في اوبشن تاني كمان انا برضو بقول اللي ليا واللي عليا، ان في دفع عن طريق الفيزا. يعني انت ممكن تقسط القسط
يعني لا بس هي بتتكلم في شيكات يا حبيبي. لا فيزا إيه؟ ارفض الشيك عادي، خلي الشيك يترفض في البنك عادي، وروح ادفع انت من الكريدت بتاعتك وقسط القسط بتاعك ما مع أعتقدش البنك. ان هم يبقى عندهم حاجة. لا ده عن تجارب شخصيه، تنفع تقسط، بص تنفع تقسط القسط عادي والشيك تاخده آه. وتروح تحذفه من البنك عشان ما يبقاش شيك متأخر عليك. مرتد يعني. لا فالاي في الاي سكور بتاعك ما يقعش. ما هو الكلام ده كله احنا بنتكلم فيه لما العميل بيجي وخلاص عايز يمضي العقد، بيقعد معاه بقى ناس من الشركة تفهمه كل التفاصيل دي اللي ليه واللي عليه. بس جميل. لو كانت ماونتن فيو متعسفة للدرجة دي ما كانش باعت بالأرقام دي، طب فاهمني؟ هل في وحدات دلوقتي متاحه استلام فوري كمان سواء في اي سيتي او في اي بروجكتس تانية؟ في حاجات استلامات فوري تمام. في البروجكت بتاعه، في حاجات كتير قوي استلامات طيب فوري. لازم أكتوبر والقاهرة بنفس الجديدة. البيمنت اللي هو نفس تقسيمه الدفعات، ولا لازم بيدفع توتال الوحده 100% او على الاقل 50%؟ لا ممكن يقسط على يعني ماونتن فيو اي سي تي القرية الجديدة كانت اتطرحت فيها حاجات استلام فوري، تقسيط على 7 سنين و8 طب سنين. استلام فوري ده هو مش الكومباوند الاستلام فوري، هو مرحلة دي اليونت استلام دي. فوري مم. اللي هو انت تقدر تعيش فيها، لان زي ما قلت لك هي كل مرحلة مقفولة على نفسها بجيت. فانت مالكش دعوة اللي بره، انت عايش جوه، خدماتك شغالة، كل حاجة شغالة، انت كأنك في كومباوند صغير. جميل. طب ميرنا، كل مشروع ليه نقط قوه ونقط ضعف. حلو. ايه خلاص نقط القوه احنا تقريبا طول الحلقه بنتكلم عن نقط القوه، عيب بقى بنتكلم عن نقط الضعف للمشروع ده ايه؟ بص هي يمكن الحاجة اللي ممكن اتكلم فيها ان ماونتن فيو في يعني في نسبة التهدير مثلا جوه 120 ممكن تصفي على نتكلم في 80 متر مثلا. والباقي ده رايح فين؟ تهدير بقى مناور، اسانسيرات، مداخل، خدمات يعني. خدمات أوكي. وده في كل المطورين. انا برضو على فكرة مش قصدي ابيع، بس ماونتن فيو فعلا لو عندها مشكلة دلوقتي فهي هتحلها اجلا ام عاجلا، عشان كل مرحله بتطور من نفسها. بالظبط. احنا كنا بنبني كومباوند صغيرة 30 و40 فدان فيلل، بس دلوقتي احنا بنعمل ميجا بروجكتس فيها شقق، فيها على فكرة هي برضو فيها حاجات استوديو 1 بدروم من اول مساحة 85 لحد 400 متر، وفي الاي فيلا وفي التاون هاوس وفي التوين هاوس في فرايتي، في كل حاجة. ميرنا عايز اسالك سؤال. لو انت هتبيعي لي وحده في ماونتن فيو حلو في 15 ثانيه عشان نختم الحلقه، تقولي لي ايه في ال 15 ثانيه؟ قلبت صلاح ابو المجد ليه كده؟ عايزك تقولي لي في 15 ثانيه. اصل هي بتتعرض للحاجات دي اكيد لما مكالمات تجي لها يعني. انا معايا مش عارفه كام وعايزه ادفع وعايزه اخد فيلا. حسبه سريعه كده بس بعيد عن الحسابات، كل كيس باي كيس، لكن ماشي. خلينا نتكلم في 15 ثانيه. ايه ايه اللي يقنعني في ماونتن فيو ان انا اشتري اي سيتي اكتوبر، المشاريع المتاحه دلوقتي؟ هعرض عليك اي فيلا دور ارضي بجنينه، مساحه كبيره، مساحه فيلا اصلا بره في اي مطور تاني، بسعر شقه. ده الكونسبت. ارضي واول بنتكلم في 190 متر، 200 متر، وده اولموست مساحه التاون هاوس في اي مشروع، بس ارخص 3-4 مليون. وانت يعني ممكن ابعت لك بقى، انا هتعامل معاك عميل بقى، ابعت لك الماستر بلان بالتفصيل التقسيمه بتاعه اليونت، هتفهم ان هي لا تختلف شيء عن التاون هاوس او التوين هاوس اللي هو هتلاقيه ب20-30 مليون مثلا. وده اكتر يعني لو انت مثلا بتفكر في الاستثمار ده اكتر تايب عليه اقبال الاي فيلا. اوكي ميرنا، انت شرفتينا ونورتينا، وكنا مبسوطين ان انت معانا في الحلقه الجميله دي. ميرسي، شكرا. وشفنا حاجات رهيبه يعني، والله ربنا يكتبها لنا في الجنه ان شاء الله. ربنا يكتبها لنا في الجنه ان شاء الله. لا ربنا يكرمك ان شاء الله وتشتري يا رب ان شاء الله. انت شرفتينا ونورتينا وكانت حلقه جميله. وخلينا بس نفكر برضو. الله يخليك، خلينا نفكر بس الناس اللي بتتفرج علينا ان احنا برضو سايبين لكم ليد فورم في ديسكريبشن الفيديو ده، لو عايز تتواصل مع ميرنا، عايز تعرف تفاصيل اكتر عن المشروع، عن الوحدات المتاحه، عن الاستلامات، عن
عن انظمه الدفع. كل اللي عليك انك انت تسيب رقمك وبياناتك في الليد فورم، وخلال 24 ساعه 48 ساعه كتير بالكتير ميرنا تتواصل معاك، صح كده؟ مظبوط. اوعي ما تتواصليش معاهم صغيرين. لا حالا عايز تقول حاجة دلوقتي انا يوسف؟ مستنيه. انا عايز اشكر ميرنا، واخر حاجه اوعى ما تتواصليش مع الناس عشان دي حاجه مهمه جدا لا عشان لا لا مصداقيتنا. احنا في الاخر ملناش مصلحه، احنا مصلحتنا بس في الاخر ان احنا نوصل المعلومه للناس، وفي الاخر اللي حابب يتواصل معاك هو يتواصل معاك انت، مش معانا احنا. عليا الاثنين. احنا بنوصي كل ضيف على حد المعلومه معانا دي 20 بالذات. مليون. شكرا جدا يا ميرنا. العفو. نورتينا وشرفتينا. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ونشوفكم على خير في حلقه جديده من بودكاست عقاري مع باسم ويوسف. سلام.